الناس يعني، وحتى نقدر إرادة كبيرة محفزين، لان يعني ما تقدرش تزيد يعني تسقط اكثر من اللي وش وقع. هذه من جهه. من جهه ثانيه ما تنساش كذلك الان هم يعرفوا هذا مدرب جديد، التنافس راح يكون شديد. الاماكن غاليه، اماكن غاليه. انا نقول لك علاش كل لاعب الان لابد من جهد كبير عملاق باش يحاول كيفاش يثبت المكانه تاعو. لازم تقنع باش تربح المكانه تاعك. اذا على هذا السبب انا اتوقع ان اللاعبين يعني راح يلعبوا يعني كانها مباراه رسميه. انا بالنسبه لي رده فعل لو كانت في مباراه يعني رسميه نقول لك انه يمكن تكون فيه مشكل، ولكن بما انها مباراه وديه فيه نوعا ما اريحيه من ناحيه بسيكولوجيه بالنسبه للاعبين. ما كاش هذاك الضغط السلبي، الضغط وحده. ثانيا واش قال الشيخ مصطفى، انك تثبت روحك. خلاص مدرب جديد، احنا رانا حابين نشوفوا منتخب اخر، ردة فعل اخرى ايجابيه، ولهذا حتى هما راهم امام يعني ان تيست، يعني اختبار لهم باش حتى هما يعاودوا يثبتوا نفوسهم. مليح نبداو باختبار ودي بطبيعه الحال. انا نظن احسن شيء خاصه بهذا المستوى وهذا يعني لامبورطونس، يعني الاهميه بالنسبه للدوره مثل هذه. على كل ان شاء الله موفقه للمنتخب الوطني الجزائري الذي سيواجه منتخب بوليفيا بعد لحظات من الان. سنتوقف عند فواصل اشهاريه ونتجه مباشره لملعب نيلسون مانديلا بالراقي، ومباراه الجزائر بوليفيا سيكون ذلك بعد فواصل إشارية قصيرة. تفضلوا بالبقاء معنا، والتعليق سيكون للزميل عبد العزيز بن سالم.
المنتخب لأول مرة. المنتخبان الجزائري المحاربون والخضر خضر بوليفيا يدخلون هذه اللحظة إلى أرضية الميدان لنستمع وإياكم بعد لحظات إلى الناشدين الوطنيين الجزائري والبوليفي. لعزف النشيد الوطني البوليفي. Ladies and gentlemen, please stand up for the national anthem of Bolivia. والآن النشيد الوطني الجزائري. And now the national anthem of Algeria. قسما بالنازلات الماحقات. يا له من مشهد جميل هنا للجماهير الجزائرية الحاضرة بملعب نيلسون مانديلا، المتعلقة الشغوفة المحبة العاشقة لمنتخبها، المنتخب الوطني الجزائري طبعا الذي يجدد العهد مع المباريات هنا في الجزائر بعد الخروج المخيب إن صح التعبير من كأس أفريقيا الأخيرة في كوت ديفوار. عهد جديد قلت سيبدأه المحاربون ومرحلة جديدة مع المدرب الجديد بيتكوفيتش البوسني. هذه تشكيلة المنتخب البوليفي طبعا الذي يشارك في هذه الدورة إلى جانب أندورا ومنتخب جنوب إفريقيا. جيليرمو فيسكارا في حراسة المرمى، في الدفاع ديغو ميدينا، لويس أكين، خوزي سايغريدو وروبرتو فرنانديز في الدفاع، وجوزينو الدرامان في خط الوسط إلى جانب راميرو فاكا وخوزي كويلار، بينما ثلاثي خط الهجوم جابرييل فيلاميل على الجهة اليمنى، كارميلو الكاراناز في الجهة اليسرى، وبوكيس سيبيداس في خط الهجوم. هذه التشكيلة التي اختارها المدرب البرازيلي كارلوس زاغو مدرب منتخب بوليفيا. بينما هنا مثل ما تشاهدون متابعين هذا تشكيلة المنتخب الجزائري: موندريا في حراسة المرمى، موندي بن سبعيني عطال، أيت نوري في الخط الخلفي، ثلاثي خط الوسط زروقي بن طالب وأيضا شعيبي، بينما ثلاثي خط الهجوم براهيمي على الجهة اليسرى، كويري على الجهة اليمنى، وبنجاح كخط
أو كرأس حربة. هذه التشكيلة التي اختارها فلاديمير بيتكوفيتش. هذه طبعا التشكيلة الاحتياطية للمنتخب الجزائري. إذن المباراة التي هي الثانية في هذه الدورة، دورة الفيفا سيريز 2024. بالأمس منتخب جنوب إفريقيا وأندورا تعادل في ملعب 19 ماي بعنابة ب1-1. اليوم هي المباراة الثانية، هي الموعد قلت الذي يتجدد مع الجماهير الجزائرية. البوسني بلا شك جاء بفكر تكتيكي آخر وبمنظومة لعب مختلفة عن السابق خلال المرحلة السابقة التي نتحدث طبعا هنا عن المدرب الذي غادر الخضر، المدرب القدير جمال بلماضي. بلا شك سنشاهد منتخب وطني مختلف وبروح جديدة وبفكر جديد وبإصرار متجدد، خاصة بعد الخروج كما ذكرت، خروج المنتخب، الخروج المخيب من الدور الأول من كأس إفريقيا الأخيرة بكوت ديفوار. هي دورة مهمة بالنسبة للمنتخب الجزائري بالتأكيد من أجل التحضير للاستحقاقات القادمة. دقيقة صمت الآن. طبعا هذه كانت دقيقة سانت على روح اللاعب فاليسيو غيليرمو، وهو اللاعب الكولومبي المحترف في الدوري البوليفي والذي توفي وأثناء طبعا هو لاعب لإحدى الأندية البوليفية وتوفي طبعا وهو يلعب في الدوري البوليفي. بعد لحظات مشاهدينا متابعي قناة التلفزيون الجزائري تنطلق المباراة طبعا التي يحضرها نحو 10,000 متفرج هنا على ملعب نيلسون مانديلا. ما زالت الجماهير تتوافد، ما زالت وطبعا يسمحوا لي أن أرحب بالزميلة وسيلة باتيش التي ستكون طبعا على خط التماس لمتابعة كل كبيرة وصغيرة. مساء الخير وسيلة. مساء الخير عبد العزيز. إذن بال4-2-3-1 هكذا يبدو رسم التكتيكي للمنتخب الوطني الجزائري. هكذا فضل فلاديمير بيتكوفيتش أن يدخل هذه المواجهة التي ينتظر منها الكثير، وينتظر طبعا أن يحقق المنتخب الجزائري الفوز في هذه المباراة وإسعاد الملايين من الجماهير الجزائرية، ولكن أمام من؟ أمام منتخب بوليفي محترم منظم يقوده البرازيلي كارلوس زاغو. هي المباراة الثالثة على فكرة للمدرب البرازيلي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم. المباراة الأولى فاز على تشيلي 2-0، وفي المباراة الثانية مباراة الثانية خسر أمام تشيلي ب3 أو الأورغواي ب3-0، وهي المباراة الثالثة. كارلوس يريد أن يصنع من منتخب بوليفيا منتخبا آخرا، منتخبا متطورا، ويطمح ويتطلع بالتأكيد للتأهل إلى كأس العالم، رغم أنه يتواجد في المركز قبل الأخير، المركز التاسع في تصفيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. كرة جزائرية في وسط الميدان على الجهة اليسرى ريان أيت نوري لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي، طبعا اللاعب الذي أصبح مطلبا للكثير من الأندية الإنجليزية خاصة نادي ليفربول بالنظر إلى المستويات الكبيرة التي يقدمها مع نادي وولفرهامبتون هذا الموسم. أنطونيو باندريا، ريان أيت نوري من الجهة اليسرى. طبعا هي المواجهة الأولى بين المنتخبين الجزائري والبوليفي، ولكن الحكم المباراة هو الموريتاني عبد العزيز بوه بمساعدة مواطنيه نداي بونا وحماد إبراهيم سالم، بينما الحكم الرابع هو يوسف جموح الجزائري. على فكرة هذا الحكم عبد العزيز بوه آخر مباراة أدارها للمنتخب الجزائري كانت في سبتمبر الماضي. هذه فرصة ضاعت فرصة الهدف الأول للمنتخب الجزائري بعد هفوة دفاعية من منتخب بوليفيا. كاد يفعلها المنتخب الجزائري ويفتتح مجال التهديف في هذه اللحظات بعد مرور 3 دقائق. لاحظوا الإعادة
هفوة دفاعية. شوف تمريرة خاطئة وكويري في المكان المناسب والمرة الأولى. بغداد بنجاح تسديدته لم تكن بالقوة اللازمة، أخرجها الدفاع. يا لها من فرصة ويا لها من محاولة ويا له من تقدم ومن أسبقية يأخذها المنتخب الوطني الجزائري مع هذه البداية. لاحظوا الإعادة هنا، الإعادة للخطأ الذي ارتكب على نبيل بن طالب. التدخل من الخلف وفرصة لراين آيت نوري، الكرة بلمسة يرجع إلى الخلف إلى رامي بن سبعيني ثم عيسى ماندي في وسط الدفاع. رامي الزروقي البحث عن إبراهيم العائد إلى المنتخب الوطني الجزائري بعد غياب طويل. يحمل شعرة القيادة ياسين إبراهيمي. ياسين إبراهيمي 18 الهدف مع نادي الغرافة، زائد 8 تمريرات حاسمة، 26 مساهمة مع ناديه الغرافة. يعود إلى المنتخب الوطني الجزائري، بينما هذه فرصة لعطال إبراهيمي بين لاعبين يخسرها إبراهيمي إلى عادة المنتخب الجزائري. نبيل بن طالب لفارس الشعيبي، من هناك لمسة لآيت نوري، العرضية بالتأكيد داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس فيسكارا يتدخل أمام الجميع، يسبق الجميع. قلت المنتخب الجزائري في هذه البداية يريد أن يفرض سيطرته ويريد أن يفرض منطقه منذ البداية، لا يريد أن يترك أي مجال لمنتخب بوليفيا. طبعا منتخب بوليفيا منتخب منظم بالتأكيد. هذا المدرب الذي قلت يلعب اليوم مباراته الثالثة مع هذا المنتخب الملقب باللافيردي أو منتخب الخضر، منتخب القادم من أمريكا الجنوبية. في تاريخ مواجهة المنتخب الجزائري مع منتخبات أمريكا الجنوبية انتصرنا في 3 مواجهات في المجموعة، عندنا 10 مباريات مع منتخبات أمريكا الجنوبية. اليوم هي المباراة السابعة، لعبنا مع البرازيل 3، لعبنا مع الأرجنتين، لعبنا مع أيضا منتخب الشيلي ومع منتخب البيرو. آخر منتخب لعبنا معه من أمريكا الجنوبية كان في 2019 في مدينة ليل الفرنسية، كان المنتخب الكولومبي وفزنا عليه ب3 أهداف دون رد، ثنائية رياض محرز وهدف بغداد بنجاح. ياسين إبراهيمي هذه المرة على الجهة اليسرى. بغداد بنجاح يخسر الكرة، تعود للدفاع منتخب بوليفيا إلى الحارس فيسكارا، طويلة إلى الأمام بحثا عن كويلار. كرة بوليفيا مقطوعة بشكل ممتاز، تدخل رائع من رامي بن سبعين والاسترجاع من زروقي، ممتازة لمسة فنية من فارس الشعيبي نجم انطلاقة فرانكفورت الألماني. نبيل بن طالب العودة لبن سبعيني تحت طبعا تشجيعات الجماهير الجزائرية، استرجعها نبيل بن طالب. ياسين إبراهيمي القائد في مباراة اليوم. راين آيت نوري العودة إلى الخلف تماما إلى رامي بن سبعيني. يوسف عطال، طبعا يوسف عطال الذي انتقل في فترة الانتقالات الشتوية إلى الدوري التركي قادما من نيس الفرنسي نادي أدانا. سيرع سبور سجل هدف في آخر جولة، عاد إلى مستواه، ونتمنى أن يكون كذلك مع المنتخب الجزائري. محاولة المرور العبور، ولكن تتحول الكرة إلى تماس. هذا فلاديمير بيتكوفيتش في أول ظهور طبعا على رأس العارضة الفنية للمنتخب الجزائري، المدرب الذي قاد منتخب سويسرا في 7 سنوات كاملة في مونديالين. هذه بالمناسبة هي المباراة الثانية لهذا المدرب مع منتخب من أمريكا الجنوبية. في 2018 سبق لهذا المدرب أن واجه منتخب البرازيل في دور المجموعات في مونديال روسيا أقول، وتعادل مع المنتخب البرازيلي 1-1. وبالمناسبة أيضا
أول مرة يقود منتخب إفريقي من بوابة المنتخب الجزائري. نتمنى أن ينجح المنتخب الجزائري ويسعد الملايين من الجماهير العاشقة والمتيمة بالمنتخب الجزائري. نقترب من العشر دقائق الأولى، ما يزال التعادل يسيطر على هذه المواجهة، الجزائر وبوليفيا. هذا القائد لويس ساكين رفقة خوزي ساغريدو. فرنانديز بحثا عن فاكا، كرة بوليفيا في وسط الميدان، المرور من روبرتو فرنانديز، ولكن زروقي يتدخل في الوقت المناسب. ما نلاحظه لحد الآن هناك لا مركزية ثلاثي وسط الهجوم الجزائري، إبراهيمي الشعيبي وغويري. تارة نشاهد إبراهيمي في وسط الهجوم، تارة على الجهة اليمنى. نفس الشيء بالنسبة للشعيبي وأيضا غويري. هنا التدخل مثل ما كنا نشاهد إلى التماس هذه المرة لمصلحة روبرتو فرنانديز. كل لاعبي تقريبا أو معظم لاعبي منتخب بوليفيا ينشطون في الدوري المحلي في نادي سترونغست وأيضا نادي أورورا ونادي بوليفار ونادي أولويز ريدي ونادي بلومينغ. أغلبهم قلت ينشطون في الدوري المحلي البوليفي. الكرة البوليفية طبعا ليس لها تاريخ كبير في منطقة أمريكا الجنوبية مقارنة بمنتخبات الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا والأورغواي والباراغواي والشيلي. أيضا تحتل المركز التاسع في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026. منتخب بوليفيا طبعا خسر 6 مباريات من أصل أو 5 مباريات من أصل 6 مواجهات. خسر من الأورغواي 3-0، من الباراغواي 1-0، من الإكوادور 2-1، من الأرجنتين 3-0، ومن طبعا فاز في مباراة واحدة أمام البيرو ب2-0. تلقت شباكه في التصفيات 14 هدف وسجل هدفين. الانتصار الأول كان تحت قيادة المدرب الذي كنا نشاهده قبل قليل، أنطونيو كارلوس زاغو البرازيلي 54 سنة، الذي يفضل دائما طريقة 4-2-3-1. مدرب يقود الخضر منتخب بوليفيا منذ 5 أشهر تحديدا في أكتوبر عام 2023، قادما من نادي كوريتيبا البرازيلي. روبرتو فرنانديز عدا فرصة بغداد بنجاح في الدقائق الأولى من المباراة. لم نشاهد لحد الآن أي شيء بالنسبة لمنتخبنا الوطني الجزائري. طبعا الضغط على حامل الكرة الآن. منتخب الجزائري أو مهاجم المنتخب الوطني يضغطون على المنتخب ومدافعي منتخب بوليفيا من أجل إرغامه على ارتكاب الخطأ وتضييع الكرات. غويري دائما يعود إلى الخلف من أجل طبعا الحصول على الكرة، بالمقارنة مع ثلاثي أو ثنائي الوسط الهجومي. غويري في الغالب الأحيان يكون قريب من بنجاح في الهجوم. رايان أيت نوري، إبراهيمي إلى رايان يتقدم من الجهة اليسرى يبحث عن مرور، يجد إبراهيمي ينقل الكرة إلى غويري. أمين مباشرة إلى عطال، البحث عن تصويب ممتازة جدا، ممتازة هذه اللقطة، ممتازة هذه الفرصة، ممتازة هذه التصويبة. وفيسكارا يتألق ويبعد الكرة إلى ركنية. ممتاز محاولة التسديد من عطال رائعة جدا، مركزة كانت موجهة إلى المرمى أو إلى شباك الحارس فيسكارا.
الذي تألق بكل قوة بعدها إلى ركنية لصالح المنتخب الجزائري. صعود رامي بن سبعيني وعيسى مانديال. يأتي الهدف الأول للمنتخب الجزائري. فارس شعيبي في التنفيذ، منفذة في القائمة الثاني الرأس بن سبعيني، ولكن الدفاع يتدخل إلى التماس. عطال مجددا، طويلة إلى الأمام من رابي بن سبعيني بحثا عن عطال، ولكن شعيبي يخسر الكرة. من دون خطأ يقول الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه أمام خوزي كويلار. إلى التماس، قلت تقريبا 15 إلى 20 ألف متفرج يحضرون اليوم في ملعب نيلسون مانديلا. الصافرة قبل ذلك كان أعلن عنها الحكم الموريتاني على فيلاميل هو من صوب، كانت لمسة يد على لاعب المنتخب البوليفي. ربع ساعة لعب لحد الآن. فرصة ثانية للمنتخب الجزائري هنا في اللمسة الأولى، والقائم هو من رد كرة. تدخل فيسكارا في المرة الأولى وبونجاح تابع الكرة، لكن القائم الأيمن رد كرة بغداد بونجاح ومنع المنتخب الجزائري من أول أهدافه في المباراة. المنتخب البوليفي يكتفي بالدفاع ويكتفي بالهجمات المرتدة. حذاري هذه الكرة على الجهة اليمنى، غابرييل فيلاميل، كرة بوليفية، حذاري التصويب، حذاري من الكرة المرتدة، حذاري من الأخطاء. هذا كارميلو الكاراناز المهاجم الخطير طبعا، المحترف أو الذي يلعب في الدوري المحلي في نادي بوليفار. تصويبة بالقدم اليسرى. هنا الانطلاقة كانت من ديغو ميدينا حول المراوغة، راوغ ثم مرر إلى الكاراناز وكرته. هنا الخطأ، هنا رامي بن سبعيني فقد التوازن وطالب بالخطأ. في الحقيقة لم يكن هناك خطأ على رامي بن سبعيني. قلت منتخب بوليفيا يكتفي بالاعتماد على الهجمات المرتدة وبالتماسك الدفاعي وبغلق المساحات لحد الآن. سلامات لرامي بن سبعيني مثل ما شاهدنا في اللقطة الماضية، فقد التوازن، بينما هذا بغداد بونجاح. هنا اللقطة الفنية الجميلة من فارس شعيبي. قلت فارس شعيبي المباراة اليوم هي رقم 14 لهذا اللاعب مهاجم نادي انتراخت فرانكفورت. توجيهات فلاديمير بيتكوفيتش لفارس شعيبي، قلت الذي يملك هدفين مع المنتخب الجزائري ضد السنغال وقبلها امام موزمبيق في تصفيات كأس العالم، الذي سجل لحد الان هدف واحد مع ناديه انتراخت فرانكفورت سادس البوندسليغا. فارس لعب 21 مباراة مع انتراخت فرانكفورت وسجل هدف واحد امام بوروسيا دورتموند، بينما توغا يعتقد ياخذ او يقوم بعملية الاحماء تحسما لاي طارئ او اي تغيير او خروج محتمل لرامي بن سبعيني. وشاهدوا في توغاي محمد الامين يقوم بعملية الاحماء. سلامات ان شاء الله. كل السلامة لمدافع بروسيا دورتموند، بينما بغداد بونجاح في مباراته رقم 68 يبحث طبعا عن هدفه رقم 31 مع المنتخب الجزائري. بغداد بونجاح كان آخر من سجل للمنتخب الجزائري ثنائية أمام بوركينا فاسو في كأس أفريقيا الأخيرة في كوديفوار، والتي خرج من دورها الأول منتخبنا الوطني بأداء مخيب جدا لكل أمال الجماهير الجزائرية. بينما هنا ديغو ميدينا يتدخل ويبعد الكرة إلى التماس لمصلحة المنتخب الوطني الجزائري.
كما ذكرت بوليفيا هو سابع منتخب من أمريكا الجنوبية يواجهه الخضر. آخرهم قلت كان كولومبيا في 2019 ب3-0. يبدو أن رامي سيغادر. الظاهر أن رامي بن سبعيني متأثر بإصابة الاحتكاك مع هذا اللاعب رقم 15 غابرييل فيلاميل. هذا واحد أيضا من أفضل لاعبي منتخب بوليفيا، 22 سنة. هذا والاحتكاك كان مع اللاعب كارميلو الكاراناز رقم 11، وبعدها جاءت فرصة كانت خطيرة. إذا رامي بن سبعيني سيغادر. أذكر فقط أن دخول توغاي، إذا محمد الأمين توغاي تغيير اضطراري يجريه المدرب الوطني المنتخب الجزائري رامي بن سبعيني. سلامات إن شاء الله لمدافعنا رامي، وبالتوفيق أيضا لمحمد الأمين توغاي الذي سيأخذ مكانه. إذا الحسرة بادية على وجه رامي بن سبعيني. أمين توغاي يستعد لأخذ مكانه في هذه اللحظات. قلت اللجنة المنظمة لهذه الدورة قررت 6 تغييرات، وخروج مباشرة إلى غرف. هذه إعادة ثانية طبعا لمن لم يشاهد اللقطة التي أصيب من خلالها رامي بن سبعيني. أمين توغاي مدافع الترجي الرياضي التونسي يأخذ مكانه في هذه اللحظات. مخطئ من يعتقد أن منتخب بوليفيا هو منتخب سهل المنال. الخطأ هنا من رامي الزروقي على راميرو فاكا. روبرتو فرنانديز محاولة المرور، يجد خوزي كولار، كرة في وسط الميدان لراميرو فاكا ثم لديغو ميدينا الدفاع. حذاري الخروج الخاطئ والغير موفق من الحارس موندريا كاد أن يكلفنا هدف أول في المباراة لولا تدخل الدفاع. إلى التماس سنشاهد بالتأكيد الإعادة بعد لحظات. رامي الزروقي يتدخل، أو عيسى ماندي في اللقطة الماضية. تدخل كان غابرييل فيلاميل، كرة على الجهة اليسرى روبرتو فرنانديز. ممتاز قطع الكرة، عادت بوليفيا مجددا لخوزي زاغريدو إلى لويس أكين ثم إلى الحارس في إسكارا، يعود تماما إلى الخلف في إسكارا أو إلى الأمام. ممتاز التغطية في وسط الميدان نبيل بن طالب. يلا إبراهيمي من جهته اليسرى، إبراهيمي يعول على التمريرات وتسديداته ولكن بعيدة هذه المرة. بحث عن الزاوية البعيدة ياسين إبراهيمي مثل ما يفعل في كل مرة. حاول أن يباغت قائد الخضر 34 سنة ياسين إبراهيمي في مشاركته رقم 62 مع المنتخب الجزائري. 62 مباراة و11 الهدف. كل المحاولة جيدة من ياسين إبراهيمي، محاولة المرور من فرنانديز قطعت من رامي الزروقي. عمل كبير يقوم به نبيل بن طالب ورامي الزروقي. التسديد لا يمرر لأمين كويري. أمين ممتاز، أمين يحتفظ بالكرة لفارس شعيبي لكن لم ينجح فارس في المرور، لم ينجح في المراوغة. عادت مرتدة لمصلحة المنتخب البوليفي. خطيرة من خوزي كويلار أمامه 3 لاعبين. في النهاية يتحصل على مخالفة، يقول الحكم الموريتاني عبد العزيز بوها. هنا الدفع كان واضح من أمين توغاي، خطأ كان واضح من هذه الزاوية على خوزي كويلار الذي يلعب في الدوري البوليفي أيضا. فارس شعيبي لعطال، العرضية في القائمة الثانية بحثا عن إبراهيمي، يستقبلها الاستلام من ياسين، يضيعها ياسين ثم الانطلاقة من ديغو ميدينا. ممتاز الخروج بالكرة، ضاعت مجددا وعادت لمنتخب بوليفيا. حذاري التمريرة لم تصل إلى الكاراناز، حسن الحظ
تدخل دفاع المنتخب الجزائري. قويري ثم بونجاح، هذه فرصة للمنتخب الجزائري، فرصة من الجهة اليسرى لياسين بحثا عن مرور، بحثا عن مراوغة. ياسين براهيمي ينجح في المرور، ينجح في الاحتفاظ بالكرة بحثا عن ركلة جزاء، لكن الحكم قريب من اللقطة لم يعلن عن أي شيء. رايان أيت نوري الأرضية داخل منطقة الجزاء، رأس بغداد بونجاح. ياسين براهيمي كان يبحث عن ركلة جزاء، ولكن الحكم الموريتاني كان قريب من اللقطة. المراوغة من روبرتو فرنانديز في وسط الميدان الآن. جوزينو لديغو ميدينا راميرو فاكا، آن فاكا غير اتجاه الكرة إلى اليسار لفرنانديز المدافع الأيسر. فاكا كرة بين مدافعية وبين خطوط المنتخب الجزائري من دون خطأ. استرجاع من نبيل بنطالب، ثم أمين قويري، لمسة من بنطالب إلى إبراهيمي، ثم تعود لنبيل، ثم إلى عيسى ماندي وأيت نوري. ريان نبيل بنطالب. نقترب من الدقيقة 25 مشاهدينا متابعينا. أمين توغاي كرة في دفاع المنتخب الجزائري. نبيل بنطالب، نبيل إلى إبراهيم، ياسين براهيمي، رايان أيت نوري. لما يشغل ياسين براهيمي الجهة اليسرى نشوفوا أنا رايان أيت نوري يدخل إلى وسط الميدان مثل ما نشاهد الآن. ياسين ممتازة بينه وبين قويري، ضاعت على المنتخب الجزائري، تحولت لنبيل بنطالب. الآن كرة نبيل إلى أمين قويري، نبيل مجددا، كل كرة تمر على نبيل، تغيير اتجاه الكرة تماما إلى يوسف عطال. يتقدم يوسف، يجد رامي الزروقي. ممتاز النقلات الكروية بين لاعبي المنتخب الجزائري، محاولة بناء اللعب. نبيل بنطالب، كرة داخل منطقة جزاء منتخب بوليفيا، عادت لأمين توغاي. رميز حداري يراوغ بشكل ممتاز. المنتخب الجزائري يقوم بتدوير الكرة الآن، كرات قصيرة من اليمين إلى اليسار وفي وسط الميدان، في محاولة لجلب لاعبي منتخب بوليفيا. ياسين يغير الاتجاه تارة من الجهة اليسرى وأخرى على الجهة اليمنى، يقوم بالتمريرات. بغداد بونجاح، ممتاز هذه الكرة، ممتاز البناء، عرضية داخل منطقة الجزاء بحثا عن قويري. ماذا هناك؟ المطالبة بركلة جزاء، المطالبة بلمسة يد على دفاع منتخب بوليفيا. حذاري من الهجمات العكسية. نبيل بنطالب، إبراهيمي دور كبير في البناء، محاولة المرور، ممتاز ياسين 1-2، لكن لم تصل ياسين براهيمي بينه وبين بغداد بونجاح. عيسى ماندي يتدخل بشكل ممتاز، الاستلام من نبيل بنطالب في وسط الميدان. متراجع منتخب بوليفيا. الآن الحكم يؤشر على مخالفة، يؤشر على خطأ لمصلحة ياسين براهيمي على مصلحة المنتخب الجزائري. هنا الدفع كان من المدافع. عودة بن سبعيني، ان شاء الله سلامات، ان شاء الله سلامات، ان شاء الله سلامات لابراهيم او رامي السبعيني. نعم بن سبعيني. بينما هنا فرصة المرور، فرصة خطيرة للمنتخب الجزائري. قويري ما تزال الخطورة. نبيل بنطالب، ممتاز نبيل في الاسترجاع، محاولة التمرير والتسديد، هذه المرة بعيدة تماما، بعيدة يا نبيل كل البعد عن مرمى في سكارا. نبيل بنطالب متوسط نادي ليل الفرنسي. نبيل اللي لعب هذا الموسم 19 المباراة مع ناديه. شوف هنا حاول أن يصوب، حاول أن يجرب خيار التسديد، ولكن كرته بعيدة تماما. فيسكارا يلعب كرة قصيرة مع المدافع لويس أكين.
هذه الإعادة، هذه الكرة التي جاءت في القائمة الثانية. هنا كانت المطالبة، أعتقد أن الكرة لم تلمس تماما يعني بشكل واضح يد المدافع ديغو ميدينا. على كل ريان أيت نوري يتقدم، ياسين إبراهيمي في وسط الميدان، يتقدم ياسين يدور بالكرة، أمين كويري، نبيل بن طالب، ريان أيت نوري تحت تصفيقات وتشجيعات وأهازيج الجماهير الجزائرية. الملعب الذي يبدو أنه بدأ يمتلئ. حذاري من تضييع الكرات في منطقة المنتخب الجزائري. هذه الفرصة العرضية، وريان ما تزال الخطورة. بوليفيا التصويب فوق المرمى لحسن الحظ أن تسديدة المتوسط الميدان غابرييل فيلاميل ابتعدت. هنا تدخل ريان أيت نوري في المكان المناسب، أعتقد هناك ركنية لكن الحكم لم يعلن عن أي شيء. ركلة مرمى لمصلحة المنتخب الجزائري. قلت حذاري من تضييع الكرات في مناطق المنتخب الجزائري، لأنه منتخب بوليفيا يمتاز بالنقلات السريعة للكرات بسرعة يصل إلى منطقة المنتخب الجزائري. نبيل بن طالب، شوف الضغط، 3 لاعبين أمام نبيل بن طالب في منطقة جزاء المنتخب الجزائري. يجب أن نستغل هذه الوضعية. توغاي، فلاديمير بيتكوفيتش، قلت في أول ظهور له على رأس العارضة الفنية للمنتخب الجزائري، بالتأكيد يبحث عن أول انتصار. لا تزال هناك مباراة أخرى أمام منتخب جنوب إفريقيا، بينما هذا كارلوس زاغو المدرب. طبعا الفكرة الذي كان يلعب كمدافع، لعب في ساو باولو وفي سانتوس وكورينتيانز، ولعب أيضا في روما وفي بيشيكتاش التركي. أيضا لعب مع منتخب البرازيل 37 مباراة وسجل 3 أهداف من 91 إلى 2001. ريان أيت نوري لعبت الركنية، ريان ياسين إبراهيمي، نبيل بن طالب، ريان. شوف الضغط على حامل الكرة والرقابة اللاصقة. أيضا منتخب بوليفيا غلق كل المساحات في الخلف. انتصفت المباراة في شوطها الأول 30 دقيقة أو 31 دقيقة. ما يزال التعادل مشاهدينا متابعينا من دون أهداف هنا في ثاني مباريات دورة الفيفا سيريز 2024 هنا في الجزائر. بينما هذه فرصة خطيرة، ولكن التصويبة من ريان بين يدي الحارس في سكارا. فرصة خطيرة للمنتخب الجزائري. مجددا المنتخب الجزائري يهدد مرمى بوليفيا بهذه الكرة. لاحظوا ممتازة من ريان أو من أمين كويري لريان، ولكن بالقدم اليمنى. لو سدد بالقدم اليسرى ربما الوضعية لم تساعده كثيرا. انه ريان أيت نوري يلعب بالقدم اليسرى وقوته هي في القدم اليسرى. رامي الزروقي يستلم الكرة في وسط الميدان. نبيل بن طالب أمامه لاعبين، المضايقة عليك بالعودة إلى عيسى ماندي، ثم من عيسى إلى راميز إلى ماندريا، ثم إلى ريان أيت نوري. الجميل أنه لو يسجل المنتخب الجزائري وينهي الشوط الأول متقدم سيكون أفضل سيناريو لعناصرنا الوطنية للخضر في هذه المواجهة. لحد الآن الخضر هم الطرف الأفضل والأحسن لحد الآن بتقريبا 3 فرص واضحة، أبرزها كانت من بغداد بنجاح بكرة مرتدة من الحارس. بينما هنا كرة بحتا على راس بغداد، محص حقاش بغداد عادت لإبراهيمي داخل منطقة الجزاء، مراوغة من إبراهيمي. هذه فرصة خطيرة إلى الركنية. نظرات بيتكوفيتش
مرور المراوغة، المهارة حاضرة من ياسين، لكن ميدينا ديغو يتدخل. ركنيات كثيرة تحصل عليها المنتخب الجزائري من دون جدوى إلى حد اللحظة. نتمنى أن تأتي هذه الركنية بالجديد بالهدف الأول للمنتخب الجزائري. هذا مرور 33 دقيقة لعبت الركنية بين ريان وبين فارس، بينما بحثا عن من تسديدة من نبيل. السلام على فرصة، يا سلام على تصويبة من نبيل بن طالب، جاءت بالقدم اليسرى. فرصة للمنتخب الجزائري، فرصة جديدة هنا، لمسة من إبراهيمي ومن دون أن يراقب. لم تمر بعيدا عن مرمى فيسكارا. لو كانت في الشباك لكان هدفا جميلا من نبيل بن طالب لمصلحة المنتخب الوطني الجزائري. حصلت موندريا على ضياع هذه الفرصة. بوليفيا الكرة من الجهة اليسرى، العرضية حداري، لكن رميز ممتاز، توقع رائع من متوسط ميدان المنتخب الجزائري. إبراهيمي في كل مكان، إبراهيمي في الدفاع، في الهجوم، في الوسط، ينطلق، يفتح المساحة، يراوغ، يبحث عن اللاعب المتحرر، عن القادم من الخلف. صراحة لمسات ياسين إبراهيمي يتفاعل مع الجمهور الحاضر هنا في ملعب نيلسون مانديلا. هناك لاعب بوليفي ساقط على أرضية الميدان، سلامات إن شاء الله، يبدو أنه يعاني من إصابة. يتدخل الحكم عبد العزيز بوه، بينما هذا اللاعب رقم 8 خوزي كويلار. شوف المراوغة، شوف الإعادة. هنا كانت المطالبة بركلة جزاء، أعتقد كان فيها احتكاك. في المقابل أيضا الحكم كان قريب، أعتقد أنه رغم الاحتجاج ولكن لم تكن هناك ركلة جزاء لصالح المنتخب الجزائري. على كل فرصة لالتقاط الأنفاس من لاعبي المنتخب الجزائري وكذلك لاعبي المنتخب البوليفي. المدرجات الآن تقريبا بدأت تمتلئ، نحو 30,000 متفرج لحد اللحظة، طبعا في هذه السهرة الرمضانية الكروية الممتعة على هذا الملعب الجميل، الملعب الذي يحمل اسم الرمز الزعيم المناضل الراحل نيلسون مانديلا، والذي سيتشرف كثيرا منتخب جنوب افريقيا يوم الثلاثاء المقبل للعب في هذا الملعب الذي يحمل اسم زعيم القارة الإفريقية، رمز الحرية، وهو كذلك وسيلة بالتأكيد. سنستمتع أيضا بمباريات هذه الدورة. هنا كان المرور، لاحظوا في الكرة الماضية الخطأ، ربما كرة ارتدت، كرة مشتركة بين عيسى ماندي وأيضا المهاجم البوليفي الكاراناز اصطدمت به الكرة، ولكن لحسن الحظ أنها لم تكن بتلك القوة، وإلا كان هدفا لمنتخب بوليفيا. استؤنفت المباراة في هذه الأثناء، أمين طوغاي في التغطية حداري، كرة بوليفيا من الجهة اليسرى، ممتاز بذكاء يتحصل أمين طوغاي على مخالفة مدافع الترجي الرياضي التونسي. منتخب بوليفيا أيضا يحضر لتصفية كأس العالم المباريات المقبلة، وأيضا يحضر لكوبا أمريكا التي ستجرى هذه المرة في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة بين 20 جوان و16 جويلية. طبعا نسخة هذا العام هي نسخة موسعة بمشاركة 16 منتخبا بانضمام 6 منتخبات من الكونكاكاف إلى المتنافسين العشرة في أمريكا الجنوبية
اتحاد الكومينبول. طبعا منتخب بوليفيا يتواجد في المجموعة الثالثة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، أوروغواي وبنما. طبعا البطولة التي ستجرى في 14 ملعبا، بينما هنا بغداد بنجاح. ياسين براهيمي ممتاز المرور، المراوغة هذه خطيرة خطيرة، والدفاع يتدخل حكيم لويس، دفاع مستميت لحد اللحظة. عطال يوسف أو فارس شعيبي، عطال هذه فرصة خطيرة خطيرة خطيرة، فرصة هدف ضاعت، فرصة هدف أول ضاعت مجددا على المنتخب الوطني الجزائري. يوسف عطال في المهام الهجومية كثير الصعود، كثير المساهمة أيضا في تمرير كرة. هنا فارس شعيبي، ولكن كرته أمام المضايقة الدفاعية لم يتمكن من التصويب بشكل لازم. فاسكالا تدخل، رغم أن الأسبقية هي للمنتخب الوطني الجزائري، الأفضلية هي للخضر، لكن من دون تجسيد لحد اللحظة. متعادل النتيجة. ريان نايت نوري، رامي الزروقي، لمسة لريان نجم نادي وولفرهامبتون الإنجليزي. طبعا ريان الذي غير له مدربه في المباريات الأخيرة مركزه بعدما كان طبعا مدافعا أيسرا. ريان صار يلعب تقريبا في وسط الميدان، أو في الكثير من الأحيان يتحول إلى جناح أيسر، وأيضا في أحيان أيضا أخرى يتحول إلى قلب هجوم، مثل ما فعل في آخر مبارياته في الدوري أو في كأس الاتحاد الإنجليزي. ريان كرة بعيدة تماما تتحول إلى ركلة مرمى. قلت ريان آيت نوري لديه هدفان هذا الموسم مع ناديه. من بينها هدف ضد فولهام في البريمير ليج، زائد تمريرة حاسمة. ريان آيت نوري في 10 مباريات له مع المنتخب الجزائري يبحث عن هدفه الأول مع الخضر. آخر 5 دقائق مشاهدينا متابعينا. أما نتحدث طبعا عن تاريخ مواجهة المنتخب الجزائري مع منتخبات أمريكا الجنوبية. المنتخب الجزائري واجه البرازيل في 4 مباريات، آخرها في 2007. لعبنا مع الأرجنتين أيضا في 2007 في برشلونة وخسرنا ب4-3. بينما هذه فرصة خطيرة للمنتخب الجزائري، فرصة خطيرة، تمهيد لياسين. تصويبة ياسين لم تكن بالقوة اللازمة. لو صوبتها يا ياسين بالشكل اللازم لكان ربما الهدف الأول للمنتخب. لاحظوا استلمت الكرة واستلمها بغداد بنجاح، مررها لياسين، راوغ ثم صوب. فرصة أخرى تضيع على المنتخب الجزائري، فرص كثيرة ضيعها وأهدرها المنتخب الجزائري. شاهدوا ولاحظوا التصويبة كانت سهلة بين يدي فيسكارا. قلت واجهنا الأرجنتين، واجهنا البيرو أيضا في 82، كان التعادل 1-1. تعادلنا أيضا مع الشيلي في كأس العالم 82 وفزنا ب3-2. 2009 أيضا فزنا على الأوروغواي بالجزائر 1-0. وآخر مواجهة مع منتخبات أمريكا الجنوبية كانت في 2019 وفزنا أمام كولومبيا ب3-0 تحت قيادة المدرب جمال بلماضي. إذن 6 منتخبات سابقة، وبوليفيا اليوم هو المنتخب السابع. الجزائر تبحث عن فوز رابع على منتخبات أمريكا الجنوبية بصعوبة، يبعدها الدفاع. بس أكين يبعد كرة ياسين براهيمي التي كانت متوجهة إلى بغداد بنجاح. ركنيات كثيرة للمنتخب الجزائري لم نستغل ولا واحدة لتكون في شباك فيسكارا. على هذه الركنية تأتي بالجديد. الأعين عينكم على بغداد بنجاح وعينكم على رامي أو على طبعا عيسى ماندي. رامي غادر وتوغاي حاضر، وبيتكوفيتش يبحث عن هدف أول.
ينهي به الشوط الأول ياسين في الشوط الأول أو في القائمة الأول. ياسين يبحث عن هدف أول قبل نهاية الشوط الأول. ممتاز ياسين، يتجاوز 2 الثالث داخل منطقة الجزاء. أمين الهدف الأول للمنتخب الوطني الجزائري. أمين كويري. إذن أول أهداف مع المنتخب الجزائري، والتصفيقات تأتي من بيتكوفيتش وفرحة جماهيرية هنا على مدرجات ملعب نيلسون مانديلا. قلت أن بيتكوفيتش يبحث عن هدف أول قبل الذهاب إلى الاستراحة. قلت بأن إبراهيمي يبحث عن هدف أول قبل نهاية الشوط الأول. أمين كويري يفعلها، يصوب ويحول كرة ويحول تصويبة إلى مرمى في السكارا. يا السلام على عمل ممتاز من ياسين، راوغ في المرة الأولى الأول والثاني ومرر لأمين في مكان مناسب. يا السلام، الهدف الجميل من أو الكرة كانت مرتدة، وهدف رائع وهدف أول مستحق للمنتخب الجميل المنتخب الوطني. ولكن كل العمل الجميل كل العمل قام به ياسين، وأمين يفتتح عداده مع المنتخب الجزائري. أول أهداف أمين كويري مع المنتخب الجزائري بهذا الشكل. جاء الهدف، مرر وهيأ كرة وتصفيقة فلاديمير بيتكوفيتش، طبعا بأحسن وأحلى سيناريو للمنتخب الجزائري قبل الذهاب إلى الاستراحة. 1-0 صارت النتيجة لمصلحة المنتخب الجزائري. طبعا تقدم مستحق لمنتخب وطني ضيع تقريبا 3 أو 4 فرص سانحة. وجاء الهدف الأول بصناعة من ياسين، أكثر واحد لمس الكرة من جانب المنتخب الجزائري هو ياسين إبراهيمي، 34 سنة، وما زال العطاء الكثير لهذا اللاعب متوسط ميدان نادي الغراف القطري. ثواني وينتهي الشوط الأول، ونشاهد الطريقة التي جاء على إثرها الهدف الأول. شوف كرة أمين كويري كانت اصطدمت بالمدافع لويس هاكين. فرحة أمين كويري بهدفه الأول مع المنتخب الوطني الجزائري، فرحة لا تضاهيها. فرحة طبعا للاعب لنادي مهاجم نادي رانا الفرنسي. نتمنى أن لا يكون الهدف الأول لأمين كويري، نتمنى أن نشاهده ويسجل أهداف كثيرة. نعم وسيم. أمين كويري فرصة أخرى، لما لا الهدف الثاني لبغداد بنجاح. بغداد يراوغ، بغداد يبحث عن مرور، عن تصويبة، لكن لو مرر لأمين لكان أفضل، لو مرر لكويري لكان أحسن. شوف عينكم على إبراهيمي، عينكم على ياسين إبراهيمي أين يتواجد الآن، على الجهة اليمنى، على الجهة اليسرى، في وسط الميدان، في كل مكان تجد ياسين إبراهيمي قائد بأتم معنى الكلمة. أعتقد أن عودة ياسين إبراهيمي إلى المنتخب كانت موفقة جدا، وبرهن اليوم بأنه لاعب من طينة الكبار واللاعب الذي يحتاجه المنتخب. حذاري، هذه فرصة للمنتخب البوليفي من دون خطأ إلى ركنية يقول الحكم. حذاري، قلت من التساهل كارلوس زاغو. هنا التدخل ممتاز من دون خطأ بشكل ذكي، واعتقد انه كانت هناك رايه قبل ذلك على اللاعب خوزي او خومي كويلار، لاعب رقم 8. منتخب بوليفيا طبعا سيستهل مشواره في كوبا امريكا امام منتخب البلد المضيف للولايات المتحده الامريكيه في 23 جوان على ملعب دالاس كاوبويز. نهاية الشوط الأول. إذا مشاهدينا متابعينا بتفوق المنتخب الجزائري ب1-0 سجل في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول عبر أمين كويري. هدف في توقيت مثالي جدا، 1-0. الشوط الثاني نتمنى أن يكون أفضل ونشوف فيه أهداف ونشوف فيه أيضا لاعبين آخرين في صفوف المنتخب الجزائري. إذا مشاهدينا موعدي بكم يتجدد مع بداية
الشوط الثاني. أما الآن فالعودة للزميل يوسف رزيق ضيوفي في الاستوديو التحليلي. من جديد إذن الجزائر متفوقة على بوليفيا في الدورة الودية للفيفا التي تحتضنها الجزائر، وكان ذلك عند الدقيقة 43 بفضل الهدف الذي سجله أمين جويري وصنعه ياسين براهيمي بهذه الطريقة. ياسين براهيمي الذي كانت لديه الكثير والكثير من الكرات ومن المحاولات. أمين جويري يسجل أول أهدافه مع المنتخب الوطني الجزائري تحت أنظار وتصفيقات الناخب الوطني الجديد بيتكوفيتش. إذن الناخب الوطني صفق على الهدف الأول، وسنحاول الوقوف عندما سجلناه من ملاحظات. أبدأ معك طارق. من دون شك لدينا بعض الارتياح لما شاهدناه في هذا الشوط الأول من أداء لمنتخب الوطني الجزائري. هو ارتياح موش يعني 100% صراحة، يعني لذلك قلت بعض الارتياح. نظن أنه ركزنا أكثر من ناحية اللعب من الجهة اليسرى، جهة ياسين براهيمي. السبب صراحة هو لاعب شيبي، يعني عدم ظهوره في الشوط الأول يعني فيه تساؤل، انه لاعب شاب عنده امكانيات ولعب عده مرات في هذاك المنصب. نظن انه فيه نوع من الاختلاف بالنسبه لهذا اللاعب من ناحيه صناعه اللعب مع المجموعه، ما نقولش فرديه كما راه يدير فيها ابراهيمي، ولكن على الاقل تكون مع المجموعه. شفناه دائما يعني هنا ياسين ابراهيمي في الهدف، شوف شاهد خلق الفارق، كان جرب هذه الطريقه لمره واثنين وثلاثه حتى وين اتت بالتكرار. يعني هذه الطريقه الاستحواذ، ويعني دائما صراع ثنائي بينه وبين المدافع، خلاه انه ركز اكثر على هذه الطريقه باش قدرنا نسجلوا الهدف. فيه مسانده تاع اللاعب جويري اللي شفناه دائما كما قال الشيخ كويسي قبل بدايه المباراه، راح يكون فيه تغيير من طريقه لعب هاد اللاعبين اثنين جويري واللاعب براهيمي من ناحيه التغيير. مرات الجهه اليسرى وصانع يدخل داخل، يعني يدخل داخل وسط الميدان ويترك اللاعب جويري يروح الجهه اليسرى الرواق الايسر. الشيء اللي ما شفناش من الجهه الاخرى بالنسبه للاعب شيبي، يعني التغيير بينه وبين ابراهيمي، التغيير بينه وبين جويري ما شفناش، والسبب نجهلوه. يعني اللاعب عنده امكانيات صراحه، نظن انه لازم هذا اللاعب في الشوط الثاني يقدم لنا وجه اخر. طيب المباراه كانت بدات بهذه اللقطه السيد مصطفى كويسي لصالح المنتخب الوطني الجزائري عند حوالي الدقيقة 5 أو 4. بغداد بونجاح في القائم الأيسر، ومن هناك انطلقت المباراة بالنسبة للمنتخب. لا هي يعني نقدروا نقولوا من بداية اللقاء لأن شفنا اليوم أن الخضر دخلوا يعني بنية، يعني نقدروا نقولها بنية أنهم يفرضوا طريقة لعبهم ونجحوا فيها، يعني خاصة تقريبا 20 دقيقة أو تقريبا، يعني استحوذوا على الكرة، خلق
خلقوا تسديد فرص، ومنها يعني من احسن فرصه هي اللي اتيحت لبونجاح، واللي يعني ما عرفش ما نقولوش ما عرفش، لانها يعني هو قام باللي عليه وسددها امامنا، سدد القائم يعني انقذ حارس المرمى. اذا نقول بدايه يعني كانت يعني نقدر نقول مقبوله يعني، ولكن من بعدها تطرق لها يعني طارق، وكنا تكلمنا عليها هنا في اونوف يعني، قلنا ان اللاعب مازال يعني متركز كثير يعني بنسبه كبيره من الجهه اليسرى، وهذا هو الاشكال اللي كان عندنا لو تذكر يوسف في كاس افريقيا، يعني كنا دائما ما كاش توازن بين الجهتين، الجهه اليمنى والجهه اليسرى. عندما تلعب دائما يعني من جهه واحده، اكيد ان المنافس راح يعرف كيفاش يتمركز لك ويغلق لك كل يعني المنافذ. هذا هو اللي وقع. شعيبي انا والله يعني من خلال يعني القدرات اللي عنده، عنده يعني ميزات كبيره، عنده قدرات، يعرف يلعب الكره. عندما تشوف الاداء تاعو هكذا يعني كانه يعني مبهم، ما نفهموش، ما دخلش يعني كانه ما دخلش في المباراه. هذا ربما سؤال يطرح لانه عنده امكانيات. اما يعني على العموم انا نقول يعني ما نساوش ان فريق بوليفيا كذلك دخل بحذر كبير وتكتل في الميدان تاعو، لان ما يسهل انها عندما تلعب يعني تقريبا ب 10 لاعبين في المنطقه تاعهم، يعني من الصعب انك تلقى. ورغم هذا خلقنا بعد المحاولات، ولكن حذاري لانهم هما كذلك يعني طاحت لهم فرصتين كانوا يقدروا يسجلوا علينا. هذه يعني علاش قلت لك المباراه ماهيش يعني سهله. نقدر نقول على العموم نقول متوازنه تقريبا 50%، ولكن النزعه الهجوميه اليوم اللي دخل بها يعني بيتكوفيتش واللاعبين تاعو ظهرت يعني من اول مباراه تاعو. طيب، خروج محور الدفاع واصابه رامي بن سبعيني وتعويضه بتوغاي، اعتقد انه ما اثرش كثيرا على النخبه الوطنيه. يوسف صحيح ما اثرش، ولكن لانه المنتخب البوليفي يلعب بمهاجم واحد، او يلعب لما تكون عنده الكره 3-4-3، ولكن اللاعبين اللي على الاطراف بالنسبه للمنتخب البوليفي دائما يقعدوا يعني حالين اللعب ويتركين المهاجم واحد. انا نظن بهذه الطريقه عاطيه نوعا ما اريحيه بالنسبه لتوغاي واللاعب ماندي، اكثر يعني لاعبين اثنين على لاعب واحد، ولما تلعبوا اثنين ضد واحد دائما تكون اكثر اريحيه بالنسبه للمدافعين. فيه مسانده، ما ننساش انه المنتخب البوليفي يعني لما يهاجم، وكانت لقطه تكلمنا عليها 5 لاعبين متواجدين في منطقه 18 متر تاع منتخبنا. هذا ما يبين انه المنتخب البوليفي رغم انه كان 0 مقابل 0 وهكذا 5 لاعبين، هذا ما يبين انه حتى هو او يحاول انه يباغت، وكانت له فرصتين، ولكن التمركز تاعو من الناحيه الدفاعيه نظن انه تجربه بالنسبه لنا احنا، لانه احنا ما تعودناش نلعبوا امام منتخبات تتمركز في منطقتها ولازم نصيبوا الحل. اليوم بهذا اللعب تمرين مفيد للمنتخب، نظن انه يعطينا اكثر سيناريوهات في المستقبل انه نحن نطيحوا مع منتخبات تلعب بهذه الطريقه، ولازم علينا ان نصيبوا الحل. هذه إحدى اللقطات اللي تكلم عليها السيد مصطفى كويسي، واللي كادت أن تكلفنا هدفا في هذه المباراة. الآن ربما شوف لما تشوف الإعادة هكذا في البرنامج، عارف لي محمد ستول هو اللي خلف ذلك هو الفار تاع التلفاز. طيب، محمد ستول الفار سيقترح علينا الكثير من اللقطات، ليس محل نزاع بل من أجل التحليل الفني. والله حبيت يعاود يوري لنا محمد اللقطة تاع إبراهيم يعني في الهدف باش نتكلم على واحد بعد يعني لحظه. شوف انت بدات تتكلم ومحمد راح يقترح علينا رفقه رشيد وزملائنا يزيد والبقيه. يلا باش يوسف خطر بين لك ذكاء هذا اللاعب تاع، لان قليل اللي يشوفوها يقول لك يعني جاز هكذاك. شوف لو نشوفوا شوف يعني عندما حكم الكره يعني وباش ماشي هذه يعني تاع في الهدف لقطه الهدف يعني عندما تكون بعد راوغ الثاني كان يقدر ما يجوزلوش، ولكن شوف الذكاء تاعو المراوغه كانت بطريقه ذكيه، رجلو برجلو وقف اللاعب وقف المدافع، وهذه ما تقدر يديرها الا لاعب يعني مخضرم اللي عنده يعني ذكاء كبير. لو نشوفوا هايليك شوف انا هايليك هاو الكره كان يقدر يديها، شوف كيفاش رجلو
رجل ابراهيمي شوف كيفاش يعني عارض المدافع وسبقوا وادالوا الكره بالفعل. لو كان واحد اخر هذاك يعني يكون ما تعرضش هكذاك كان المدافع يدير الكره يسبق وياخذ يسبق ويديها. يوسف ما تكلمنا، اسمح لي، تكلمناش على الاستحواذ، انه نظن انه عندنا فتره كبيره ولا مده طويله ما شفناش انه منتخبنا كانت عنده استحواذ كبير وبفرص، لأن كان في مثلا في كأس افريقيا استحواذ كان عندنا سلبي، ولكن ما كانش عندنا فرص. اليوم عندنا فرص، عندنا تسديدات، يعني شيء ايجابي بالنسبه للعطال ولاعب بن طالب اي تنوري والاستحواذ نظن انه راهو اليوم راهو لحقنا 60 على منتخبنا و40 للمنتخب البوليفي. اذا الاستحواذ فيه، الفرص فيه بالنسبه للمنتخب الوطني، الاهداف فيه ايضا بالنسبه للمنتخب الوطني، في انتظار ما هو يعني آت فيها الشوط الثاني. نريد ايضا ان نطمئن على المنتخب الوطني وان نبدا البناء من الان. هام جدا أن نسير هذه المرحلة بفوز ربما يعطينا الثقة في المباراة القادمة أيضا والانطلاق في البناء. لا شوف يوسف والله حقيقة يعني صح الفوز نقدر نقول يعني أكثر منه تشتغل في أريحية يعني. أكثر منه يعني معنوي من الناحية المعنوية، ولكن يعني ما يهمش قدر ما يهم يعني الأداء أو يعني وش يقولوا المحتوى تاع المباراة، لو كونتوني هو الصح يعني. من غض النظر عن النتيجة، صح أن النتيجة تعطي يعني ربما من الناحية الذهنية تعطيك ارتياح، تعطيك ثقة، خاصة ثقة، ولكن يعني نقدر نقول الفوز مليح يعني لو نستمروا يعني في الشوط الثاني يعني مثل ما يفضل الإعلاميين يقولوا الأداء والنتيجة حابين هي هذاك المبتغى بصح ما نطلبوش أكثر من يعني. لا هذه بداية. محمد أعطينا اللقطة وإحنا نتكلموا حتى نشاهدوها. طيب سيقترح علينا الزميل محمد ستول أيضا والمخرج رشيد ميكيداش هذه اللقطة التي أيضا كانت في المباراة ومطالبة بضربة جزاء. محمد ستول لا يوجد نهضروا لا نقولها بكل صراحة، ولو أن زكرياني ما راش موجود، ولكن نظن باللي ما فيهاش ما قصش. شو حتى الكرة ما غيرتش المسار تاعها، لو كان يعني ضربت في يدو يوسف كانت ربما الكرة تغير المسار. شفنا باللي ما. الشوط الثاني ماذا ننتظر؟ نظن انه ما حش يكون تغيير كبير. انا نظن انه ولو انها مباراه وديه واستدعينا 31 لاعب وحابين نشوف في بدايتها ما نظنش انه راح يكون تغيير مباشر، لانه لما تسجل في الدقائق الاخيره تاع الشوط الاول اي مدرب تكون عنده يعني تريث بالنسبه لاتخاذ قرار انه يغير. يمكن نظن انه بالمردود اللاعب شيبي يقدر نوعا ما، لانه علاش ما كان يقدر يكون حاجه اخرى. ما شفناش كثير لاعب عطال، يعني كان ان بلوكاج، يعني توقف بالنسبه للاعب عطال. هو السبب انه شيبي تواجده ما كانش يدخل يعطي اكثر اريحيه للعطال. عطال صعد مرتين توزيعتين، والتسديده كانت رائعه ايضا. التسديده كان متواجد في هذاك المضرب، ولكن مشاركته او مسانده تاعو الدائمه بالنسبه للهجوم ما شفناهاش اليوم. هو سبب تواجد اللاعب شيبي او توقيف لاعب عطال انه يشارك من الناحيه الهجوميه. مصطفى كويسي، انا اعتقد ان راح يكون تغييرات يعني وهذا هو يعني عندما تعمل مباراه كما هذه وخاصه في البدايه هو انك يعني تحاول تشوف اكثر عدد من اللاعبين بالطبع، لان اولا يعني ماهيش رسميه وهكذا حتى المدرب يكون عنده كما قلنا مع الاول نظره واضحه على بعض اللاعبين. انا اعتقد ان يعني راح يكون التغيير الاول. انا نظن باللي شعيبي يقدر يغير يدخل ربما باش نشاهدوه حاج موسى، لان يقال عنه ان عنده امكانيات ان شاء الله، ويزيدوا يدخلوا حتى بعد 4 أو 5 لاعبين اخر. سنكتشف ذلك بعد لحظات، بعد ان نتوقف عند فواصل اشهاريه، وبعدها مباشره العوده لملعب نيلسون مانديلا والزميل عبد العزيز بن سالم للتعليق على اطوار ووقائع الشوط الثاني من مباراة الجزائر بوليفيا التي تركناها في شوطها الأول لصالح الجزائر بفضل هدف أمين نقويري في الدقيقة 43. تفضلوا بالبقاء معنا.
خروج اللاعب رقم 8 عبد العزيز فارس شعيب. دخول اللاعب رقم 18 محمد أمين عمور. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا من جديد. نرحب بكم مباشرة من ملعب نيلسون مانديلا وأحداث الشيء من مباراة المنتخب الجزائري ضد نظيره البوليفي. نتيجة الشوط الأول كنا تركناها لمصلحة المنتخب الجزائري بواسطة هدف سجله المتألق أمين كويري في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول. عبد العزيز نرحب بالزميلة وسيلة باتيش، الزميلة المتألقة على خط التماس. وسيلة مرحبا، أهلا. مساء الخير من جديد. نعم مساء الخير مرة ثانية. إن شاء الله نعيش هذه المرحلة الثانية أيضا بأهداف ولقطات ممتعة للجمهور الكريم. لاحظتم حتما تغييرات خلال هذه العودة والمرحلة الثانية عبد العزيز، يعني التغيير خروج بنجاح ودخول الرقم 12 عفوا ياسين بنزية، وايضا دخول اللاعب رقم 18 اللي خروج اللاعب رقم 8 عفوا ودخول اللاعب رقم 18. إذا تغيير في كل منتخب. ياسين بنزية من جانب المنتخب الجزائري حضاري. هدف مبارك، هدف مبارك لمصلحة المنتخب البوليفي، وهفوة دفاعية من عيسى ماندي، هفوة دفاعية تكلف المنتخب الوطني الجزائري هدف في الدقيقة 47. عيسى ماندي بالتأكيد يتحسر على هذا الخطأ وعلى هذه الخطأ الدفاعي طبعا وعلى هذه الهفوة التي كلفت منتخبنا هدف التعادل. كنت أتحدث عن ياسين بنزية، فجاءت الفرصة وجاءت الهفوة والهدف الأول بهذا الشكل بهذه الطريقة عبر اللاعب كارميلو الكاراناز بالقدم اليسرى. لم يستطع الحارس أنطونيو ماندريا صدها بهذا الشكل. الهدف رائع جدا بالقدم اليسرى. شوف بالرأس من جوزينو ثم ماندي، ومن تقريبا من خط منطقة الجزاء استغل خروج ماندريا حصرة من وأسف طبعا من عيسى ماندي. لا بأس يا عيسى، الأخطاء طبعا موجودة في كرة القدم. هدف التعادل، صارت النتيجة 1-1 مع بداية الشوط الثاني، والمباراة تعود إلى بدايتها متعادلة. ياسين إذن بنزية يأخذ مكان بغداد بنجاح. ياسين بنزية لاعب نادي كاراباخ الأذربي، طبعا الدوري الأذربيجاني أو الأذربي. مباراة هي الخامسة لياسين بنزية. آخر مباراة لعبها ياسين كانت في 2018 ضد الطوغو، بينما هنا عمورة أو الدخول داخل منطقة الجزاء الرأسية. ضاعت. أنا أشاهد أيضا محمد الأمين عمورة دخل مكان شايبي. إذا تغييرين في صفوف المنتخب الجزائري. عمورة كان وراء اللقطة الأخيرة، اللقطة الماضية. ياسين بنزية الذي تشاهدون طبعا لديه هدف واحد مع المنتخب الجزائري في 2017 ضد منتخب السيشل. عمورة وبنزية جديد المنتخب في هذا الشوط الثاني. المنتخب الجزائري يبحث عن هدف التعادل، المنتخب أو الهدف الثاني أقول، بينما إبراهيمي الذي أزعج كثيرا دفاعات المنتخب البوليفي. عمورة من الجهة اليسرى، عمورة يراوغ، ما خرجتش الكرة فرصة، لكن الدفاع مستميت لحد الآن. رامي الزروقي داري من الهجمات المرتدة السريعة. هذا الكاراناز صاحب هدف التعادل. التمريرات صعود كلي وأنطونيو ماندريا. أنطونيو ماندريا ممتاز، توقع رائع في موقع المدافع رقم 1. أنطونيو ماندريا طبعا توقع بشكل ممتاز هذه الكرة، لولا الخروج في الوقت المناسب كانت الخطورة. طبعا منتخب بوليفيا يعتمد على الهجمات المرتدة السريعة وعلى النقلات الكروية السريعة أيضا مباشرة من الدفاع إلى الثلث الأخير لهجومه. كرة طويلة إلى الأمام. طبعا المنتخب الجزائري بتغييرين أجرهما
بيتكوفيتش، بينما المنتخب البوليفي أجرى تغيير واحد، دخول اللاعب رقم 18 هو رامالو. بينما هنا الأخطاء الدفاعية يجب أن نتفاداها طبعا من جانب المنتخب الجزائري. الهفوات والأخطاء قد تكلفنا غاليا. المنتخب البوليفي يلعب على أخطائنا، يلعب على أخطاء مدافعينا. عبد العزيز بوه حكم الموريتاني الذي يقود هذه المباراة يصفر مخالفة لمصلحة منتخب بوليفيا. لاحظ الإعادة، التدخل هنا كان على كويلار. طبعا المنتخب البوليفي أذكر لم يجري أي تغيير في الشوط الأول. في المقابل هناك تغييرين طبعا، عمورة وأيضا ياسين بنزية. كيف سيكون شكل المنتخب الجزائري في الشوط الثاني مشاهدينا متابعينا؟ بينما هناك كرة خطيرة من الجهة اليسرى للمنتخب الجزائري على الجهة اليمنى على الشاشة. الكرة والمخالفة وركلة حرة في تنفيذها فاكا، راميرو فاكا منفذة، وياسين بنزية في المساندة. عادت لدفاع ديغو ميدينا بوليفيا من الجهة اليسرى. ما الذي قاله بيتكوفيتش للاعبيه؟ ما الذي دار في غرف تغيير الملابس؟ والجماهير بالتأكيد تنادي على عمورة في هذه اللحظات. ياسين إبراهيمي هذه المرة خسر الكرة. ديغو ميدينا، العودة للويس أكين، ثم إلى الحارس فيسكارا. فيسكارا مجددا طويلة إلى الأمام بحثا عن الكاراناز في وسط الميدان. المنتخب البوليفي يحاول أن يخرج في الشوط الثاني بالتأكيد. كرة راميرو فاكا في وسط الميدان. نشوف أنه شكل المنتخب البوليفي تغير في الشوط الثاني. حذاري من هذه التصويبة، لكن لحسن الحظ أنها بعيدة تماما عن مرمى المنتخب الجزائري. بينما هذا كويلار لاعب رقم 8 المحترف طبعا في الدوري المحلي في نادي Always Ready. طبعا كل لاعبي منتخب بوليفيا يلعبون او اغلبهم يلعبون في الدوري المحلي، الدوري البوليفي. ريان آيت نوري ما يزال يحتفظ بالكره، اللمسه الى امين توغاي. امين شوف كيف يتقدم الان لاعب منتخب بوليفيا في منطقه جزاء المنتخب الوطني الجزائري. شوف 3 4 5 لاعبين. تغير شكل منتخب بوليفيا. كارلوس زاغو المدرب البرازيلي بالتاكيد يحاول ان يغير من شكل منتخب بوليفيا، ولحسن حظهم أن هدف التعادل جاء في الوقت المناسب. على كل سنتابع وسنرقب ردة فعل المنتخب الجزائري. بينما هنا التدخل كان اللاعب رقم 2 أو 12 من جانب المنتخب، أو لاعب رقم 21 عفوا، خوزي زاغريدو أو ساكريدو، قلب دفاع منتخب بوليفيا. منتخب بوليفيا يلعب ب5 مدافعين. ديغو ميدينا على الجهة اليمنى، روبرتو فرنانديز على الجهة اليسرى، وفي وسط الدفاع لويس أكين وخوزي ساغريدو وأيضا جوزينو رقم 5. التأمين الدفاعي طبعا لما يعتمده المدرب كارلوس زاغو، المدرب طبعا البرازيلي الذي يقود بوليفيا منذ 5 أشهر فقط. هي المباراة الثالثة له
أو بالعارضة الفنية لمنتخب لافيردي منتخب الخضر. بينما ننتظر هنا مرورا ومراوغة من محمد الأمين عمورة بينه وبين بنزية. ريان أيت نوري لبنزية ثم إلى عمورة على الجهة اليسرى. عمورة يبحث عن مرور، يبحث عن كرة ضاعت من عمورة. حذاري من المرتدات من الكرات السريعة المعاكسة. خطير قلت منتخب بوليفيا لما ينقل كرات سريعة خطيرة سريعة التحول كما نشاهد الآن، كما راح نشوف الآن منتخب بوليفيا كيف تحول الآن. حسن الحظ أن لاعبي المنتخب الجزائري عادوا كلهم. هذا ميدينا إلى الركنية. نعم هنا كرة ديغو ميدينا بالقدم اليسرى. أنطوني موندريا يتدخل. ركنية جديدة للمنتخب البوليفي. كارلوس زاغو يترقب في القائم البعيد. كرة حذاري خطيرة خطيرة خطيرة. والدفاع الدفاع يبعد الخطورة على مرمى المنتخب الجزائري. أمين عمورة الخطأ. البطاقة الصفراء الأولى في المباراة يشيرها الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه. نبيل بن طالب، رميز زروقي في وسط الميدان. المنتخب الجزائري يبحث عن الحلول في الأطراف وحتى في العمق. رميز زروقي، ياسين بنزية، تغيير اتجاه الكرة بشكل ممتاز لياسين. دائما البحث عن ياسين من الجهة اليسرى. ياسين يدور بالكرة يمررها بلمسة لريان آيت نوري. ضاعت مجددا كرات كثيرة تضيع في الدقائق الماضية من الجهة اليسرى. أين يتواجد ياسين براهيمي يراوغ. ياسين يتقدم، ياسين يبحث عن العمق. الآن يوصل الكرة لريان. ريان يراوغ. ريان داخل منطقة الجزاء. البحث عن عمورة. عمورة الآن هذه فرصة ممكن الهدف. ممكن الهدف. كرة ريان، تصويبة ريان تتحول إلى ركلة مرمى ممتازة. هذه الكرة دائما ياسين براهيمي يبحث عن الكرات اللي تكون داخل منطقة الجزاء. شوف عمورة كلما اقترب كلما كانت الخطورة. هنا فقد التوازن أعتقد. تصويبة ريان أيت نوري لم تكن دقيقة وتحولت إلى هجمة معاكسة مرتدة وتحول لمصلحة منتخب بوليفيا. شوف الكرة لوحده داخل منطقة الجزاء. فرصة وتصويبة. داري من التصويبات منتخب بوليفيا. فيلاميل. صار المنتخب البوليفي أخطر في الشوط الثاني. صارت فرصه وصار يقترب أكثر من منطقة جزاء المنتخب الجزائري. هنا شوف غياب الرقابة داخل منطقة الجزاء وحسرة كارلوس زاغو على ضياع هذه الفرصة. قلت منتخب بوليفيا صار أفضل مقارنة بالشوط الأول. امتحان حقيقي للخضر صراحة، امتحان حقيقي للمنتخب الوطني الجزائري. منتخب بوليفيا اللي غير من شكله تماما مدربه البرازيلي كارلوس زاغو مع بداية الشوط الثاني. ريان أيت نوري، لمسة ريان إلى نبيل بن طالب. طبعا المنتخب البوليفي يعمل على استغلال المساحات في ظهر عطال. بينما انطلاقات ياسين بنزية. ياسين ضاعت على ياسين. يسترجعها نبيل. ياسين براهيمي يدور بالكرة. ياسين، المجهود الفردي والحل الفردي موجود عند ياسين. ريان أيت نوري في راية على محمد الأمين عمورة. سنشاهد الإعادة بلا شك إن كانت فيها حالة تسلل على المهاجم الجزائري على الجناح محمد الأمين عمورة. من عمورة طبعا شوف الإعادة. أعتقد كان في نفس الخط مع المدافع ديغو ميدينا. عمورة طبعا هذا حسرة المدرب البرازيلي كارلوس
على الكرة الماضية. إلى التماس. نبيل بن طالب، كرة أمامية بالطرف الأيمن. كويري في الاستقبال، الاستلام، العودة ليوسف عطال. ما شفناهش يصعد كثيرا يوسف عطال في الشوط الثاني عكس الشوط الأول. ريان مساهمته الهجومية يظهر أنه منسجم. هناك تناسق بين ريان وأيضا عمورة من الطرف الأيسر، ومعهم ياسين إبراهيمي. ياسين أين أنت يا عمورة؟ ياسين مع بنزية، ياسين مع ياسين، إبراهيمي مع بنزية. إبراهيمي يحتفظ بالكرة، يدور يرجع إلى الخلف. ريان الجهة اليسرى تنشط كثيرا، الجهة اليسرى للمنتخب الجزائري. ريان وياسين ومحاولة المرور. ياسين بنزية لاعب الكرباخ الأدربي يعود ويشارك اليوم في المباراة رقم 6 له مع المنتخب الجزائري. طبعا ياسين بنزية تألق مع ناديه كرباخ في دور المؤتمر الأوروبي. عمورة في محاولة لاستغلال السرعة. عمورة خرجت الكرة، لا ما خرجتش، نعم خرجت الكرة. عبد العزيز بوه التماس رغم احتجاج محمد الأمين. عمورة نشوف هل خرجت الكرة بكاملها. أعتقد أن الكرة خرجت، تجاوزت الخط، وبالتالي تماس لمصلحة المنتخب البوليفي ضاعت وعادت لعمورة ولا عادت لريان. تماس لمصلحة المنتخب الجزائري. يجب أن يستغل منتخبنا الوطني هذه اللحظات من أجل تسجيل الهدف الثاني. رمي الزروقي، لمسة لعطال. عطال أمامه لاعبين. إبراهيمي من الجهة اليمنى، رائع ممتاز، المهارة موجودة، المراوغة والمرور والتمريرة والعرضية. عمورة يستلم هذه الكرة من الجهة اليسرى. عمورة يبحث عن مراوغة، يمرر عرضية داخل منطقة الجزاء. نبيل بن طالب ثم إبراهيمي يبحث عن تسديدة، ربما تسويبة. عرضها الدفاع، عادت الضغط الجزائري الآن. المنتخب الجزائري يرمي بكل ثقله في هذه المواجهة من أجل، وفي هذه اللحظات من أجل تسجيل الهدف الثاني. ممتاز، تمريرة ونقلات وتمريرات. آيت نوري الآن. إبراهيمي لمسة لبنزية. ياسين إلى ياسين. إبراهيمي القائد يدور بالكرة بشكل ممتاز، يبحث عن مخالفة، عن تمريرة، عن ثنائية. ريان، لكن هناك حالة تسلل على ريان. آيت نوري، فلاديمير بيتكويتش. أعتقد كان فيه دفع، نعم دفع على ريان. آيت نوري دفع على المدافع جوزينو. منتخب بوليفيا طبعا يعرف على أنه يلعب في ملعب يرتفع عن سطح الأرض بأكثر من 3600 متر. ملعب إرنانديز سيليس بالعاصمة لاباز، وهو أحد أعلى الملاعب في العالم. لذلك ما عندوش مشكل منتخب بوليفيا لما يلعب في شمال إفريقيا أو يلعب في أوروبا، لأنه متعود على الارتفاعات عكس المنتخبات اللي ربما اللي تلعب في المناطق المنخفضة عن سطح البحر. لما تلعب في المناطق المرتفعة، أن تلعب في بوليفيا على ارتفاع أكثر من 3600 متر، هذا مشكل بالنسبة للرياضيين ككل وليس للاعبي كرة القدم فقط. المخالفة يؤشر عليها حكم المباراة لمصلحة أمين كويري صاحب الهدف الأول لمصلحة المنتخب الجزائري. شوف الإعادة، التدخل كان واضح من ساغريدو. كرة جزائرية لريان، كرة يبحث ريان عن تصويبة بالقدم اليمنى خطيرة، رائعة من ريان، رائعة مثل هذه التصويبات. انذار آخر لحارس بوليفيا فاسكارا.
أو فيسكارا، هذه المرة بالقدم اليمنى، لأنه قوة ريان آيت نور هي بالقدم اليسرى، أما يأتي من الجهة اليسرى يراوغ باليمنى ثم يصوب باليمنى. وحسرة موندريا حارس المنتخب الوطني الجزائري. دقيقة 65، 1-1 الجزائر وبوليفيا. المنتخب الجزائري طبعا في أول مبارياته في دورة فيفا سيريز 2024، هي المباراة الثانية بعدما تابعنا بالأمس المباراة الأولى بين جنوب أفريقيا وأندورا، انتهت بالتعادل 1-1 في ملعب 19 ماي بعنابة. الاستلام من محمد الأمين عمورة، يستغل السرعة عمورة، يتقدم 1-1، يمرر لريان. ريان آيت نوري داخل منطقة الجزاء، كرة ولمسة لإبراهيمي. إبراهيمي دور بالكرة أمامك عمورة، يفضل الحل الفردي إبراهيمي. الآن تعتقد أنه سيمرر لعمورة. نبيل بن طالب العودة إلى الخلف. إبراهيمي دائما الحل لعمورة. أعتقد ركلة جزاء، أعتقد أن الكرة لمست المدافع ديغو مادينا، لكن الحكم الموريتاني يصر على أن الكرة لم تلمس المدافع. سنشاهد بالتأكيد. لاعبي المنتخب الجزائري يطالبون بالتأكيد. وسيلة أعتقد هناك تغييرين من جانب منتخب بوليفيا، أليس كذلك؟ وسيلة عبد العزيز. نعم وسيلة، تفضل. في تغيير الآن أيضا من الجانب فريق بوليفيا، دخول اللاعب رقم 13 ألكسندر رينسو مورينو وخروج اللاعب. بعد ذلك وقبل ذلك سنتابع هذه الركنية لمصلحة المنتخب الجزائري. ريان آيت نوري، ارتدت كرة إبراهيمي. ريان بلمسة إلى عطال مباشرة، يحول الكرة وينقلها إلى إبراهيمي. ما خرجتش الكرة، لكن الصابرة تعلن وتؤشر على تماس لمصلحة منتخب بوليفيا. التغيير الآن. نعم تغيير عبد العزيز. اللاعب رقم 13 قلت يدخل في مكان رقم 7. واللاعب رقم 11 في مكان رقم 9. هذا تغيير يعني كان في خطأ، لا؟ إذا تغييرين. نعم 7 تغييرا على المباشر. إذا خروج الكراناز رقم 11، نعم، مسجل هدف التعادل. دخول اللاعب رقم 18. نعم، رودريغو لويس. دخول أيضا اللاعب رقم 7 تيريسيروس. وخروج اللاعب رقم 11 اللي هو كارميلو الكراز، هو اللي سجل الهدف فعلا. إذن تغييرين اثنين يجريهما أنطونيو كارلوس ساغو. والآن حيكون في أيضا تغييرين من جانب المنتخب الجزائري. سيكون التغيير الثالث. نعم التغيير الثالث. إذا اللاعب اللي يحمل رقم 30 اللي هو منصف بكرار، دخول لاعب منصف بكرار وخروج ياسين نصر الدين إبراهيمي اللي هو قائد الفريق اليوم. هذا من جانب المنتخب الجزائري. التغيير الثاني عبد العزيز. تغييران إذن. نعم تغييران في نفس الوقت. خروج لاعب بعد أن نتابع هذه المخالفة لمصلحة المنتخب البوليفي. حذار الهدف الثاني، الهدف الثاني لمنتخب بوليفيا. قالت حذاري من الأخطاء الدفاعية، حذاري من الهفوات، خطأ في الرقابة. والمنتخب الجزائري يتلقى في هذه الأثناء الهدف الثاني. هدفان يتلقاهما الخضر، واحد مع بداية الشوط الثاني والثاني في هذه اللحظات في الدقيقة 70. هذه إعادة شوف لوحده اللاعب الذي دخل منذ لحظات
لاعب رقم 21 من جانب المنتخب البوليفي خوزي ساغريدو بهذا الشكل لوحده امام مجموعه من مدافعي المنتخب الوطني الجزائري. الكره الاولى كانت من رودريغو والثانيه كانت من المدافع ساغريدو لوحده. ساغريدو 2-1 صارت النتيجه، 2-1 صار المنتخب البوليفي متفوق في هذه اللحظات. اذا خروج ياسين ابراهيمي ودخول منصف بقرار في اول نعم، وايضا نعم نعم اول ظهور له نعم بالوان المنتخب الوطني اول الجزائري. مره راح يكون فيه نعم اللاعب اللي يحمل الرقم يعني امين فريد قروري. اذا منصف بقرار المحترف طبعا في نادي نيويورك سيتي الامريكي في دوري الاملاس، 4 مباريات مع نادي هذا الموسم. هذه عادة ثانية. شوف غياب الرقابة على لاعبي منتخب بوليفيا. رغم ذلك بيتكوفيتش طبعا يشجع لاعبيه، يشجع لاعبي الخضر. ما زال الوقت، ما زال تقريبا 19 دقيقة. محمد الأمين عمورة في القائمة الثانية والدفاع يتدخل. كرة جزائرية في هذه اللحظات. ريان أيت نوري، ياسين بنزية لعمورة الآن. عمورة من الطرف الأيسر، عمورة يبحث عن مرور، المساحة مغلوقة أمامه، يضطر للعودة لياسين ثم إلى محمد الأمين طوغاي متراجع المنتخب البوليفي. حذاري من الهجمات المرتدة، حذاري من الكرات التي تأتي في خلف الدفاع. ماندريا مخالفة يعلنها الحكم. إذن منصف بقرار وأنيس حاج موسى في أول ظهور لهما بألوان المنتخب الوطني الجزائري، لاعبين شابين طبعا. أنيس حاج موسى الجناح الأيمن لاعب فيتسي أرنهيم. اليوم في 5 لاعبين جدد يعني التحقوا بالمنتخب الوطني، وكذلك وسيلة. إذن أنيس حاج موسى التحق بالدوري الهولندي مع في فترة الانتقالات الشتوية. سنكتشف بقرار وسنكتشف حاج موسى الذي يملك بالتأكيد إمكانيات كبيرة، صاحب قدم يسرى، صاحب مراوغات ومهارات في الواحد ضد واحد خاصة. هذا هو حاج موسى من الجهة اليمنى. حاج موسى يبحث عن مرور، عن مراوغة، ولكن يفشل أمام المدافع رودريغو فرنانديز. كرة بوليفيا تحول لرودريغو. المخالفة. إذا المنتخب الجزائري بعدما كان متفوق ب2 أو 1-0 صار متأخر في الشوط الثاني ب2 مقابل 1. هدفان سجلهما الكاراناز وأيضا المدافع خوزي ساغريدو قبل قليل فقط من مخالفة، استغلال لهفوة دفاعية، غياب الرقابة على القادمين من الخلف في ركلة حرة طبعا ارتدت. لويس ساكين لرودريغو أو ديغو ميدينا. كرة أخرى من جانب المنتخب البوليفي على الجهة اليمنى، مراوغة بشكل ممتاز من هذا اللاعب رقم 7 تيري سيروس الذي دخل منذ قليل. نبيل بن طالب
المنتخب الجزائري ولا فرصة في الشوط الثاني. طبعا قلت تحسن كثيرا أداء المنتخب البوليفي في الشوط الثاني، قلتها مع بداية المرحلة الثانية، بينما هنا الرأي موجود قبل ذلك على أنيس حاج موسى. كرة تجاوزت الخط إلى التماس. هذا أنيس حاج موسى، قلت 22 سنة، محترف نادي فيتسي الهولندي. أعتقد أن الكرة قبل ذلك كانت قد تجاوزت الخط إلى التماس. أربع تغييرات أجراها فلاديمير بيتكوفيتش. هنا الكرة أعتقد خرجت، نعم تجاوزت الخط. هناك لاعب من جانب المنتخب البوليفي يبدو أنه يعاني من إصابة. جماهير طبعا ازداد عددها بداية ومقارنة مع الشوط الأول، تقريبا نحو 30,000 متفرج يحضرون في ملعب نيلسون مانديلا هنا بالعاصمة الجزائر هذه السهرة الرمضانية لمتابعة المنتخب الوطني الجزائري أمام المنتخب البوليفي. نعم عبد العزيز، نعم عفوا، راح يكون فيه تغيير أيضا الآن من جانب المنتخب الجزائري، ودخول خروج اللاعب رقم 29 يعني اللي هو نبيل بن طالب، ودخول أحمد قندوسي. نعم، إذن أحمد قندوسي نعم هو البديل الجديد المحترف في نادي كليوباترا المصري، المعار من نادي الأهلي المصري. إذا نبيل بن طالب يغادر في هذه اللحظات، إذا ثالث لاعب يشارك لأول مرة مع المنتخب الوطني الجزائري بعد أنيس حاج موسى. أيضا اللاعب منصف بقرار، جاء الدور الآن على أحمد قندوسي اللاعب السابق أيضا لفريق مولودية سعيدة ومولودية العلمة ووفاق سطيف، وأخيرا في الدوري المصري. من الجيد أيضا تجريب الخيارات، من الجيد أيضا إعطاء الفرصة للاعبين الجدد من أجل طبعا الانسجام، وأيضا من أجل منح الفرصة للكثير من المواهب، الكثير من اللاعبين الذين يتألقون سواء هنا في الجزائر أيضا وخارج الجزائر. بإمكانهم أيضا أن يعطوا الكثير ويبلوا البلاء الحسن في المنتخب الجزائري على غرار طبعا قندوسي، وأيضا منصف بقرار، وأنيس حاج موسى، وأيضا قيطان رفيق المتواجد أيضا في دكة البدلاء، وبالإمكان أيضا أن نشاهده في الدقائق المقبلة. ديكو ميدينا لأنه يعاني من إصابة، لكن ينهض سالما معافى للإعادة. لم يكن هناك أي احتكاك. ريان آيت نوري، كرة من الطرف الأيسر مرتدة للاعبي بوليفيا إلى التماس. آخر 11 دقيقة في المباراة، 2-1 بعدما قلب منتخب بوليفيا تأخره بهدف إلى فوز لحد الآن بهدفين. مرور من عطال، ماذا هناك فرصة للمنتخب الجزائري، ماذا هناك المطالبة ياسين. المنتخب الجزائري عدل النتيجة، كنت أعتقد أنها كرة ميتة ولكن استرجعت من المنتخب الجزائري من منصف بقرار ومررها لياسين بنزي البديل، يعدل النتيجة لمصلحة المنتخب الجزائري. لحسن حظنا الخضر عدلوا النتيجة في هذا التوقيت بهذا الشكل. شوف منصف بقرار أم محمد الأمين عمورة. طبعا محمد الأمين عمورة الكرة الأولى جاءت من أو منصف بقرار طبعا هو من كان وراء الكرة الماضية بتمريرة حاسمة لياسين بنزية أمام شباك فارغة، لوحده ياسين بلمسة ياسين، وقبلها بلمسة منصف بقرار وبتمريرة وبأسيست يعدل النتيجة المنتخب الوطني الجزائري. ثاني أهداف ياسين بنزية لاعب كاراباخ الأدربي في 5 مباراة له، الهدف الثاني مع المنتخب الوطني الجزائري. طبعا المنتخب البوليفي كان يطالب بمخالفة
على المدافع عطال يوسف، ولكن الحكم لم يؤشر على أي شيء. إذا الدقيقة 80 قبل 10 دقائق صارت النتيجة 2-2. هنا منصف بقرار يتفوق على المدافع أكين في المرة الأولى والثانية، ويمررها لياسين وبنزية بالقدم اليمنى، وفرحة ياسين بهدفه الثاني بألوان المنتخب الجزائري. والجماهير الجزائرية طبعا تحيي ياسين وتحيي المنتخب. قبل 9 دقائق هل سيفعلها المنتخب الجزائري ويسجل الهدف الثاني؟ حالة المرور من أنيس حاج موسى إلى الركنية. نعم يقول الحكم. كل الجماهير الحاضرة هنا في ملعب نيلسون مانديلا واقفة تنتظر تترقب الهدف الثالث، هدف الانتصار. صعود توكاي وماندي. أنيس منفذة، لكن الدفاع مستميت متماسك، غالق كل المساحات، وتراجع دفاع منتخب بوليفيا في اللحظات وفي الدقائق الماضية. استمعوا لتشجيعات الجماهير هنا. ياسين بنزية من الجهة اليسرى. ياسين يبحث عن مرور مراوغة، ولكن يمرر لي كرة يا ياسين. ضاع الهدف الثالث، ضاع الهدف الثالث على ياسين. تمريرة صدها الدفاع. هنا ريان، روح أخرى للمنتخب الجزائري في هذه اللحظات بعد تسجيل الهدف الثاني. ريان والمرور ضاعت. التدخل كان من رودريغو من توكاي. بنزية ممتاز الأداء الذي ظهر به ياسين بنزية لحد الآن. بينما يوسف عطال العرضية في القائمة الثاني خرجت. نعم خرجت كرة يا عطال وتصفيقات عبد العزيز بيتكوفيتش. نعم وسيم. نعم الآن نزل فيه أيضا تغيير من جهة الفريق البوليفي، وخروج اللاعب رقم 10 فاكا فونسي راميرو هيدا، ودخول اللاعب رقم 14 موازي فيلاريول. نعم هذا التغيير، نعم التغيير الخامس أو الرابع أعتقد. نعم هذا الرابع. نعم هناك أيضا لاعب رقم 2 هو كيتينيوس، يعني دخول لاعب رقم 2 في مكان لاعب رقم 16 اللي هو بوريس سيسبيديس. فوالا سواريز، جوستينيانو، سيباستيان مارسيلو، سيباستيان سواريز، جوستينيانو. لازمنا شويه دروس الاسبانيه. نعم. لازم الاسبانيه متكون من 4 طبعا اسماء، مع اسماء اسبانيه. بينما عطال يبحث عن مرور، عن مراوغه، عن عرضيه، ولكن فيسكارا يتدخل ويؤمن هذه الكره. منتخب بوليفيا طبعا اللي سجل هدفين عاد وتراجع. يوسف عطال ايضا قدم مباراة مقبولة إلى حد كبير، خاصة في الشوط الأول. بيتكوفيتش يريد تجريب العديد من الخيارات في أول ظهور له، في أول صور جميلة اليوم يعيشها ملعب نيلسون مانديلا. عبد العزيز نشوفوا هذا اللاعب رقم 13 اليوم هو أيضا يؤدي بدوره كما ينبغي وفي كل مرة. صور جميلة. نعم لمساندة المنتخب الجزائري. الكل هنا اليوم لمساندة المنتخب الجزائري. بالفعل صورة جميلة يصنعها المناصرون المشجعون على مدرجات نيلسون مانديلا، يا لها من أجواء. ولكن قبل ذلك حذاري من هذه الفرصة لمنتخب بوليفيا. ضاعت واسترجعت. انطلق عمورة، انطلق، زيد عمورة، زيد عمورة، زيد، يستغل السرعة، يحاول أن يراوغ، يبحث عن المساندة. عمورة من الجهة اليمنى، يجب أن تمرر. بالغت كثير،
بالغت كثيرا يا عمورة، لو مررت ربما لأنيس حاج موسى لكان أفضل. انتظر المساندة، أعتقد أنه كان ينتظر المساندة، ولكن في النهاية فضل أن يسدد بعدما قطع مسافة طويلة. تعب كثيرا في اللقطة الماضية. وهي مباراة اليوم لازم كل واحد يعني يوري يعني ويوضح إمكانياته للطاقم الفني الجديد وأيضا الجمهور الحاضر اليوم. ما هو كذلك مثل ما هو الحال بالنسبة لياسين بنزية صاحب الهدف الثاني، هدف التعادل. ياسين العودة لريان آية نوري، لمسة لياسين بنزية، لمس كرات كثيرة ياسين لاعب كاراباخ الأدربي. عيسى ماندي طبعا الذي تسبب في بهفوة دفاعية قاتلة بهدف التعادل مع بداية الشوط الثاني. المنتخب الجزائري يبحث عن هدف ثالث يؤمن به الانتصار في هذه المباراة الودية ضمن سلسلة الفيفا 2024، سلسلة المباراة الودية. ريان آية نوري يمرر لبنزية ثم منصف بقرار. بنزية يتحرك كثيرا، يزعج كثيرا، بعيدة على عيسى ماندي. كرة ياسين بنزية، قلت واحد من أفضل لاعبي المنتخب في الشوط الثاني هو ياسين بنزية بهذه اللقطة. كانت عالية وابتعدت عن عيسى ماندي وتحولت إلى ركلة مرمى. قبل 3 دقائق عن نهاية المباراة، 2-2 للنتيجة. هذه إعادة ثانية للكرة ياسين بنزية، لم تجد أي مستقبل، بل كانت عالية وابتعدت على عيسى ماندي. عيسى ماندي طبعا يحاول أن يسجل، يحاول أن يكفر عن الخطأ القاتل الذي ارتكبه والذي كلفنا هدف التعادل. طبعا الهدفان كلاهما من أخطاء دفاعية، سواء الهدف الأول أو الثاني. رامي الزروقي تغيير اتجاه الكرة لريان آية نوري بالتأكيد إلى عمورة. عمورة دائما يبحث عن مرور أمام ديغو ميدينا. ينطلق عمورة بالسرعة، ينطلق عمورة العرضية، أرضية ممتازة خطيرة جدا، ومنصف بقرار بالقدم اليسرى كادة تزور شباك منتخب بوليفيا للمرة الثالثة. فيسكارا يتدخل هذه المرة، فيسكارا يبعد وينقذ بوليفيا من هدف ثالث في القائم الأيمن. ركنية جديدة لبنزية للمنتخب الجزائري في القائمة الثاني. دائما دفاع منتخب بوليفيا هو الأقرب. الإبعاد، الكرة الثانية دائما للمنتخب الجزائري. يوسف عطال، حداري قلت الأخطاء الدفاعية قاتلة، الانطلاقات، التحولات، ما فيش تسلل. كرة لمصلحة منتخب بوليفيا من الجهة اليمنى. عطال طبعا يرجع، ولحسن حظه نرجع، حاول أن ربما لأنه كان التمريرة الخاطئة هنا، التدخل كان ممتاز من دون ارتكاب الخطأ على جيري كروس. هنا عمورة وهنا كرة بقرار بزاوية ضيقة جدا، تمكن من تصويبها نحو المرمى، لكن فيسكارا تدخل. هنا انطلق عمور، وهنا كان الاستقبال والاستلام كما جاءت، سددها منصف بقرار. هذا اللاعب رقم 17 كارلوس فرنانديز، ظهير الايسر. كرة مرتدة عادت للمنتخب الجزائري. أنيس حاج عيسى أو حاج موسى الانطلاقة وهجمة مرتدة. صعود لاعبي المنتخب الجزائري، هذه فرصة خطيرة للمنتخب الجزائري. فرصة المطالبة بركلة جزاء. لكن ركلة مرمى يقول الحكم عبد العزيز بوه، وليست ركلة جزاء. منصف بقرار كان يبحث عن الخطأ وعن ركلة الجزاء، ولكن في النهاية شوف مررها في العمق باتجاه منصف بقرار. أعتقد كان فيها والمدرب أنطونيو كارلوس يعني يبحث أيضا. لم يكن هناك أي شيء. نعم. في الصورة توضح بأنه الحارس فيسكارا لم يتدخل إطلاقا على المنصف بقرار من الزاوية التي كنا نشاهد. ويمر إلى تغيير الخامس
والسادس. التغيير السادس إذا في صفوف نعم. منتخب. طبعا اللجنة المنظمة كما ذكرت سمحت بإجراء 6 تغييرات على 3 فترات. إذا خروج تابعي. نعم. لا خروج اللاعبين رقم 3 و18 ودخول رقم 17 22 أي 17 22 روبرتو كارلوس. إذا دخول اللاعب رقم 18 في صفوف منتخب بوليفيا ودخول روشا رامالو رقم 18. دخول لاعب رقم 9 أو لاعب 22 يومار روشا. 22 روشا. نعم روشا يومار روشا. إذا استنفذ كل تغييرات منتخب بوليفيا. ست دقائق كوقت بديل عن الضائع يعلنها الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه. طبعا يومار روشا هو 20 سنة يلعب في نادي بوليفار كلوب بوليفار في بوليفيا. بينما كرة عطال البحث عن الهدف الثالث كرة خطيرة ما تزال المنتخب الجزائري. ريان العرضية تحولت إلى ركنية. نعم المنتخب الجزائري يبحث عن هدف ثالث في الوقت القاتل في الوقت البديل عن الضائع هنا بنزية، ولكن المدافع سبقه لويس أكين. هل سيفعلها الخضر؟ هل سيسجلون الثالث في المباراة؟ بينما لويس أكين الذي تدخل في الكرة الماضية القائد يبدو أنه يعاني من إصابة بعد هذا الاحتكاك مع ياسين بنزية. مزعج ياسين بنزية لدفاعات منتخب بوليفيا منذ دخوله طبعا بديلا لياسين إبراهيمي. بينما الركنية منفذة في القائمة الثانية الساماندي في الارتقاء عادت جزائرية، والدفاع دائما يتدخل يبعدها حذاري من الأخطاء ومن تحولات المنتخب البوليفي. أنطوني ماندريا يوسف عطال عيسى ماندي رايان أيت نوني من الجهة اليسرى بحثا عن ياسين بنزية. أين أنت يا عمورة؟ من الجهة اليسرى عمورة بنزية يبحث عن العمق. سوء تفاهم بين ريان ومنصف بقرار حذاري. كان في التحام بين اللاعبين الجزائريين ريان أيت نوري وأيضا المدافع أو المهاجم منصف بقرار مثل ما نشاهد. طبعا المباراة هذه يحضرها طبعا معالي وزير الشباب والرياضة عبد الرحمن حماد إلى جانب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي. المباراة المقبلة يوم 26 من هذا الشهر المنتخب الجزائري سيواجه منتخب جنوب إفريقيا في رابع مباريات هذه الدورة، دورة الفيفا، سلسلة الفيفا، سلسلة الفيفا 2024. قبلها المباراة الثالثة بين أندورا وبوليفيا على ملعب 19 ماي، ونحن ننتظر هنا هدفا ثالثا. المخالفة تأتي، هذه فرصة كفر ماندي عن خطئه، كفر عيسى ماندي عن الهفوة الدفاعية التي كلفتنا هدف التعادل، ويسجل الهدف الثالث، هدف الفوز، هدف الانتصار. يا له من هدف ويا له من سيناريو بقدم عيسى ماندي. بهذا الشكل جاء الهدف في المرة الأولى بالرأس وفي المرة الثانية بالقدم من دون أخطاء عيسى ماندي. إذا يسجل الهدف الخامس له مع المنتخب الجزائري في المباراة رقم 94. عيسى ماندي يكفر عن خطئه، يكفر طبعا عن الهفوة التي ارتكبها وكلفتنا هدف التعادل. يعود ويمنحنا الانتصار. هكذا هي الروح، هكذا هو الانتصار، هكذا هي طبعا الجرينتا عند ماندي. ماندي على طريقة اللاعبين الكبار، وفرحة وتجاوب طبعا وزير الشباب والرياضة عبد الرحمن حماد، وتجاوب هذا الصغير
هذا الصغير بالعلم الوطني. افرح يا ولدي لأن الجزائر انتصرت وسجلت هدف الفوز. راك بلبل اليوم عبد الحليم. لكن شوف يعني العلاقة تاعو مع الجمهور، أنه دائما عيسى موندي عنده علاقة طيبة ودائما نروح للجمهور. وربما سيكون الهدف الرابع ياسين بنزية. المخالفة نعم تأتي في مكان قريب جدا لمرمى الحارس فيسكارا. عودة قوية للمنتخب الجزائري أن تسجل الهدف الأول ويقلب أو تقلب عليك النتيجة ب2-1 ثم تسجل هدف التعادل ثم تسجل الهدف الثالث. هذه طبعا تعكس شخصية المنتخب وإصرار المنتخب وعزيمة المنتخب والجرينتا التي طبعا التي يحملها كل لاعب من لاعبي المنتخب الجزائري. قندوسي طبعا يجب أن ننوه بهذا اللاعب الذي أعطى الإضافة لوسط ميدان المنتخب الجزائري. بالتأكيد قندوسي سجل نقاط كثيرة بالنسبة للمدرب فلاديمير بيتكوفيتش. أحمد قندوسي سيكون قطعة أساسية بلا شك في صفوف المنتخب في قادم المباريات. ياسين بنزية وحاج عيسى، هل يفعل المنتخب ويسجل الهدف الرابع؟ هل يقلب المنتخب الوطني الجزائري الطاولة؟ هو قلب الطاولة فعلا بعدما سجل الهدف الثالث عبر عيسى موندي الذي بالمناسبة سجل هدفه الخامس مع المنتخب الجزائري. هل ستكون مخالفة مباشرة ركلة حرة لياسين بنزية وللمنتخب الجزائري؟ لو يسجل عملنا هذيك اللقطة تاعك عبد العزيز. ياسين بنزية إذن يتقدم للكرة، ربما هدف ويصفر الحكم. فوق المرمى ياسين. أحسنت يا ياسين وأحسنت يا عيسى موندي، والعلامة الكاملة طبعا لقندوسي وأيضا لبقرار ولحاج موسى الذين طبعا أعطوا الإضافة منذ دخولهم وأبلوا البلاء الحسن إن صح التعبير في هذه المباراة. المنتخب الجزائري إذن صار متفوق ب3-2 والحكم لن يتردد ولن يضيف وقتا كثيرا ليصفر عن نهاية المباراة. تشنج أعصاب لاعبي منتخب بوليفيا طبيعي لأنه كانوا متفوقين، وفلاديمير بيتكوفيتش ينجح في الرهان والكثير من العلامات الإيجابية سجلناها اليوم بالنسبة للمنتخب الجزائري أمام منتخب بوليفيا، خاصة لما تكون منهزم وثم تعود في النتيجة وتقوم بتحولات مثل هذه. حاج عيسى وحاج موسى أنيس. حاج موسى يراوغ ممتاز. حاج موسى أنيس باعتراض. أعتقد الحكم لم يؤشر على أي شيء، لم يؤشر على المخالفة مثلما طالب أنيس حاج موسى. نهاية المباراة نهاية مثيرة دراماتيك. لبس عليك صافا عبد العزيز. عفوا طبعا الحمد لله. نهاية دراماتيكية. تعبتنا هذه المباراة خاصة مع نهايتها. وشفت يعني الريتم تاع المباراة ما حبش يعني من البداية منذ انطلاق المباراة إلى آخر يعني وين صفر الحارس الموريتاني هذا المباراة. مباراة ودية بين الجزائر ومنتخب بوليفيا، وهو كذلك وسيلة 3-2. المنتخب الجزائري تفوق في آخر الدقائق بهدف عيسى موندي 3-2، وفوز مهم خاصة من الناحية المعنوية. هنيئا للمنتخب الجزائري طبعا للجماهير الجزائرية التي تستحق هذا الانتصار وتستحق هذه الفرحة في هذه السهرة الرمضانية. ونشوفوا أيضا الروح الرياضية، مباراة ودية في المستوى بين الفريق الجزائري وفريق البوليفي. شوف هذه الصورة الجميلة، هذا الجمهور اللي ما زال حاضر واقف هنا بملعب نيلسون مانديلا لتشجيع. سنعود إليك طبعا بتسجيلات قد تكون على المباشر في الاستوديو التحليلي مع الزميل يوسف رزيق. إلى هنا مشاهدينا متابعينا نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه المواجهة. فوز مهم للمعنويات، هذا هو عنوان هذه المباراة. شكرا لك وسيلة باتيش ولجمهورنا الكريم. العودة إلى يوسف في الاستوديو التحليلي. شكرا لكم مشاهدينا والسلام عليكم.
لا تعليق على هذه المباراة. الجزائر 3 بوليفيا 2. الشوط الثاني تلقينا هدفين وصرنا متأخرين في النتيجة وسجلنا هدفين إلى أن عدنا في النتيجة، عدلنا وبعدها هدف الفوز عن طريق كل من ياسين بنزية وكذلك عيسى ماندي الذي عوض عن خطئه في بداية الشوط الثاني. وهذه هي الأجواء مع المنتخب الوطني الجزائري عندما سجل المنتخب في الشوط الأول عن طريق أمين قويري، ثم سيناريو الذي تكلمت عليه قبل قليل. سيد مصطفى كويسي، ما هي أهم الملاحظات التي سجلتها في الشوط الثاني والمباراة ككل؟ لا، في الشوط الثاني وأكيد أن يعني كان أحسن يعني من حيث الأداء ومن الجانبين، وخاصة يعني رغم بداية متعقدة نقولوا نوعا ما للخضر، لأن تلقاوا هدف في الدقيقة الأولى تقريبا، في الدقيقة الثانية أو الشوط الثاني عندما تلقى هدف في ذهنية اللاعبين صعيبة يوسف، خاصة في البداية. ولكن رغم هذا الفريق كمل يعني بنفس الطريقة، يعني شفنا أن يعني دائما بالنزعة الهجومية، دائما بمحاولة خلق الفرص، وكانوا الفرص ولكن يعني التسجيل كان غايب. ثم جاء يعني الضربة يعني القاسحة هو الهدف الثاني عندما سجلوا يعني في الدقيقة 69 بعد كرة ثابتة وغلطة في التموقع. طيب أستسمحك، سنعطي الأولوية للمباشرة. زميلة وسيلة بطيش متواجدة مع بغداد بونجاح مباشرة من ملعب نيلسون مانديلا. مساء الخير وسيلة، الكلمة إليك، أنت معنا على المباشر، تفضلي. مساء الخير. مساء الخير يوسف، مساء الخير على الجمهور الرياضي، صحة فطوركم، صحة رمضانكم. كانت سهرة جميلة جدا. نبداو بونجاح. بونجاح اليوم كيفاش كانت هذه المباراة مع طاقم جديد، أكثر من 5 لاعبين جدد اليوم التحقوا بالمنتخب الجزائري، واش تقول لنا؟ والله اول حاجه نقول لكم صحه فطوركم كاع لي زارجيريان داخل الوطن وخارج الوطن. اليوم هذه اول مباراه لينا مع ناخب جديد. اليوم دار تغييرات بزاف باش يعرف اللاعبين، يعرف مستوى الفريق وين راه. الحمد لله الامور مشات كما حبينا. عملنا شوط اول في مستوى عالي هجوميا، جاونا فرص كثيره باش نسجلوهم ونحسموا المقابله، لكن هذه كره قدم. الشوط الثاني ممكن قله تركيز جا علينا هدفين. الحمد لله المدرب قام بتغييرات الشوط الثاني وعطانا نفس جديده ورجعنا في المقابله. فرحنا الجماهير تاعنا اللي كانوا حاضرين. كلمه للجمهور ايضا يعني كانت نقول لهم يعطيكم بيان سور مالغري كاع اللي صرا والجمهور قاعد واقف معنا، نقول له يعطيك الصحه وان شاء الله نفرحوهم في القادم ان شاء الله. نجح شحال من الهدف يعني سجلت لحد الان؟ نشوفوا ايضا براهيم ميلاوي الان مع اللاعبين، فيه يعني انسجام، فيه يعني نشوفوا بان امبيونس يعني عندكم. بيان سور هذه لازم احنا لي زونسيان نوفروا هذه الطاقه للصغار اللي جايين جدد، ندخلوهم في المجموعه باش يعرف كيفاش يقيد هذه المجموعه. عندنا مجموعه رائعه ان شاء الله، ونتمنى التوفيق للمنتخب الوطني. المباراه الجايه ان شاء الله مع فريق جنوب افريقيا حتكون ايضا هنا بالجزائر، يعني واش تقول نقول لهم يفطروا في غردهم، يصلوا التراويح ويجوا اجرونا ان شاء الله. ميرسي، صحه، شكرا بونجاح. انيس سافا vous êtes content vous retrouver vous parlez un petit peu l'arabe شويه؟ تهدر معليش لازم انا واش راك؟ صافا الحمد لله. مرحبا بك، يعطيك الصحة. alors واش قلنا انيس اول مرة يعني مع المنتخب امام هذا الجمهور في هذا الملعب؟ Déjà ma première sélection, je suis super content, alhamdoulilah, avec une victoire à la clé. Et ça fait toujours plaisir de revenir dans son pays, revoir ces magnifiques gens et ce magnifique pays. Donc alhamdoulilah, je peux être que content. En plus une victoire et voilà. Aujourd'hui, comment pouvez-vous nous évaluer la rencontre d'aujourd'hui face à la Bolivie? On savait que ça allait pas être un match facile, avec une équipe bolivienne très dure, qui sont très physiques, mais on a su répondre présent, on a su répondre aux attentes du coach. Donc alhamdoulilah, on a gagné et c'est le principal.
Il y aura encore une autre rencontre pour ces matchs pour préparer les matchs de la Coupe du Monde, pour ces matchs de qualification. Donc, dites-moi, vous allez jouer face aussi à la Coupe, plutôt à l'équipe sud-africaine, toujours avec la même équipe et toujours dans ce beau stade. Oui, on va rejouer ici au stade Nelson Mandela. La même équipe, les mêmes joueurs, Inch'Allah, et une victoire aussi à la fin, Inch'Allah. Alors pour terminer, ça vous représente quoi de porter le maillot de l'équipe nationale avec ces 2 belles étoiles? C'est une fierté. Mes parents ils sont nés ici, ma grande sœur est née ici. Donc ouais, c'est toujours une fierté. Vous êtes d'origine d'Alger, ouais, c'est ça. De quel quartier? La Pointe. حمت La Pointe. Très bien. Merci. شكرا. Merci Anis. مرحبا بك. يعطيك الصحة. التلفزيون الجزائري. إن شاء الله. d'accord, pas de problème. شكرا. يوسف، كان هذا اللاعب الجديد اللي التحق بالمنتخب الجزائري، فيه روح جميلة، روح رياضية اليوم شفناها خلال هذا المباراة الودية أمام الفريق البوليفي. نشكركم على المتابعة. إن شاء الله نروح الآن إلى غرف الملابس إن شاء الله ولا زون ميكس باش نجيب لكم أكثر تصريحات من اللاعبين. واللاعب الجديد هو أنيس حاج موسى. شكرا جزيلا لك وسيلة. بقي لدينا حوالي دقيقتين. نعم محمد. إذن دقيقتين أنت تعطينا الأهداف ونحن سنحاول التحليل، لأننا لو توقفنا عند الأهداف فقط التي شاهدناها قبل قليل لن يكفينا الوقت للتحليل. نأخذ طارق ما هو إيجابي اليوم حتى نبني عليه، حتى تكون لنا إن شاء الله فرصة في الاستوديو القادم مع المباراة الثانية أمام جنوب أفريقيا. شوف، هو نظن أنه يعني لو نلخص يعني بالنسبة للمباراة نشوف يعني وش اللي ما مشاش أكثر، لأنه الإيجابيات أكثر منها كانت بالنسبة للروح اللي كانت متواجدة. عودة المنتخب رغم تسجيل هدفين تأخر، نظن أنه الروح هذيك تاع باش نعاود نرجع في النتيجة يعني كانت في المستوى، ولكن في بعض الأحيان في بعض الدقائق كانت نوعا ما عشوائية داخل أرضية الميدان. شفنا تمركز اللاعبين يعني ما فيهش هذاك الانضباط التكتيكي اللي تكلمت لك عليه قبل بداية المباراة. بالفعل ظنيت أنه المدرب هذا هو الشيء اللي راح يركز عليه، ولكن بعد التغييرات اللي قام بها، نعطيك على سبيل المثال لاعب بنزية صراحة ما عادش يعني المنصب اللي يقدر يلعب به اللي يلعب فيه عفوا اللي كان يلعب فيه في هذه المباراة، يخرج ياخذ الكرة، ولكن التمركز الأساسي تاعو صانع لاعب محوري، يلعب في وسط الميدان دفاعي أو هجومي، أو يلعب مهاجم أو يلعب على الأطراف. يعني شفناه في كل مناصب، ولكن بدون يعني هذاك التركيز الجماعي تاع المجموعه. ولكن الشيء الايجابي هو الروح اللي كانت متواجده، عوده النتيجه يعني رغم تعديلنا للنتيجه هدفين لهدفين، ولكن قعدنا بنفس الطريقه. شيء اخر تكلمنا انا والشيخ كويسي هو بالنسبه لطريقه لعب المدرب. الشيء الملاحظ انه حتى بعد ما حاول ما عدلنا النتيجه ما لعبش بطريقه دفاعيه، ما قالش انه راح نزيد نتلقى اهداف، يمكن نتلقى اهداف، قاعد بنفس الطريقه، التغيير مهاجم بمهاجم، منصب بمنصب. هذا ما يبين لنا انه المدرب بيتكوفيتش عنده طريقه تاع لعب المفتوح واللعب الهجومي. برنامج أو وقت البرنامج انتهى السيد مصطفى كويسي، الوقت يمر معك بسرعة جدا، لذلك سنكتفي بهذا القدر من التحليل. سيد مصطفى كويسي شكرا جزيلا لك. شكرا، وإن شاء الله في الأيام القليلة القادمة. طارق غول شكرا جزيلا لك أيضا. رشيد ما نسيناش، يلا تحية لهواري وزوجته وأبنائه كل من يوسف وعمران ومريم، وتحية أيضا لجمال خريسة الذي يتابع في البرنامج. وشكرا لزملائنا بالاستوديو رقم 2 على رأسهم المخرج رشيد مكيداش، محمد ستول، يزيد، الياس والبقية. نلتقي إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة. الجزائر 3 بوليفيا 2. شكرا إلى اللقاء.